بيبدا الانمي بتاعنا بشخص بيتمرن، هو بيتمرن كده، صديقه بينادي عليه وبيقول له تعالى. رايحين فين؟ رايحين نشوف المباراه بتاعه تانجو. يا حبيبي انا ما بحبش كره القدم اصلا. يا عم تعالى مش هتخسر حاجه. وكل اللي موجودين في البلده بيتكلموا عن المباراه ديت. وفعلا بنروح للملعب وبنشوف الشخص ده بيعادل اللي قدامه وبيرفع الكوره وهوبا باكورد اسطوري جول. ودوت تنجو. والشخص اللي كان بيتدرب من شويه اول لما شاف الجول دوت حرفيا بينبهر. واللي معاه بيقول له على فكره ده اكبر مننا بسنتين، يعني احنا ممكن نلعب معاه في احدى الايام. والتاني صديقي بيكون في حته ثانيه اصلا، وشكله كده هيحب كره القدم. وبعد كده بنشوف الشخص دوت هو بيركن العجله كده، ولكن بيبص على الاطفال دول هم رايحين يلعبوا كره القدم. ولكن اول لما دخلوا جوه لقوا الاشخاص دول بيقول لهم خدوا بعضكم وامشوا، احنا عايزين ننام هنا. طب ما انتوا ما بتستخدموش الملعب اصلا؟ لا خدوا بعضكم وامشوا. ولكن الشخص اللي كان بيركن العجله من شويه حدف عليه الكره ووقعوا. قال لهم بدل ما انتم مش تلعبوا خدوا بعضكم وامشوا، هم عايزين يلعبوا. ولكن صديق الاصلع ده بيطلع له بيقول له انت بتتكلم عليه. ولكن فجاه في واحد بيكون راكب العجله كده وبينزل على السلالم بيها وبيتشقلب العجله وبيقع على الارض، والكاوتش بتاع العجله بيكون باظ. هو بيروح لهم وبيقول لهم انتوا لو هتلعبوا كره القدم انا عايز انضم ليكم. يا عم روح صلح العجله بتاعتك بس انت الاول. ولكن الشخص الاصلع ده بيروح عند صديقه وبيقول له حاجه في ودنه، فهو بيقول تمام احنا هنلعب كره القدم مع بعض 2 ضد 2، واللي هيحرز 3 اهداف هياخد الملعب. وفعلا الاثنين بيوافقوا وبيخشوا للملعب. وابو شعر احمر ده بيقول للعيال الصغيره احنا اكيد هنكسب. واللي جنبه بيقول له انت بتعرف تلعب كره القدم؟ فبيقول له بقالي شويه بلعبها. تمام. اول لما نبدا اللعب بصيلي الكره على طول. وفعلا هو دوت اللي بيحصل. الاصلع بيخش عليه عشان ياخدها ولكن بيعدي وهوبا الجون الاول. ابو شعر احمر بيقول له على فكره انت بتعرف تلعب كره القدم، ولكن اول لما معاك الكره ادهاني وانا عايز اجيب جون زي اللي انت جبته دوت. فبيقول له تنحى عن جانبي اديني الكره يا الهاوي. بيكملوا اللعب والشخص اللي بيكون معاه الكره دوت بيكون اسمه سساكي. الاصلع بيخش عليه ولكن بيعدي وهوبا الجون الثاني. بيكملوا لعب الكره بتكون مع سساكي، الاثنين بيحصلوا ولكن لسه بيكون هيعدي منهم. ولكن ابو شعر اصفر دوت بيشده وبيوقعه وبياخد منه الكوره وبيجري وبيجي يشوط. ولكن ابو شعر احمر ده بياخد منه الكوره، لكن سساكي بيقول له يا ابني ادهن. ولكن ده بيشمس ابو شعر اصفر وبيجيب جول بدماغه. هوبا قال لا طب ما انت لعيب اهوت وكده هم انتصروا. ولكن ابو شعر اصفر ده بيقول لهم انتوا ما انتصرتوش. وعلى فكره ابو شعر احمر انت صدتها بايديك. فبيقول له انت اعمى ده صدها بصدره، انت ما بتفهمش في قوانين كره القدم ولا ايه؟ كل دوت طبعا عشان انتوا خسرتوا صح. ولسه بيكونوا هيمسكوا بعض ولكن في شخص بيقول لهم كفايه انتوا عايزين تتخانقوا قدام العيال الصغيره ولا ايه؟ والاصلع بيقول ان الشخص دوت من الفريق تحت السن ال 18 وطبعا بيفتحوا سبرنت. والشخص دوت بيقول للسيساكي واللي معاه تعالوا زورونا في نادي كره القدم لو انتوا عايزين تلعبوا معانا وكده. وابو شعر احمر ده بالمناسبه بيكون اسمه سو اللي بيكون مبهور من اللي الشخص دوت عمله. والعيال الصغيره بيشكروا الاثنين ولكن سو بيروح لهم وبيقول لهم لا تقلقوا لو وقعتوا في اي مشكله تعالوا لي وانا هحلها لكم. ولكن والاثنين واقفين كده بيسمعوا صوت مرسم الدخول بتاعت المدرسه بتاعتهم بيطلعوا علشان يركبوا العجله. ولكن صديقي ايوه الكاوتشات اتفرقعت. المهم الاثنين بيروحوا المدرسه والصدفه ان هما الاثنين بيكونوا في نفس الفصل. وسو بيقول له بقول لك إيه، تعالى نروح للنادي دلوقتي. فهو بيقول له انت ايه اللي خلاك تقبل الاتحاد على الرغم ان احنا كنا ممكن نخسر في اي لحظه؟ فبيقول له ما تفكرش في الموضوع، المهم اللي احنا انتصرنا. وساسكي ساعتها بيفتكر حاجه كده والاثنين بيقرروا ان هم يروحوا النادي. وبعد كده بنروح للنادي وبنشوف الشخص دوت اللي شفناه قبل كده هو بيجيب جول. والشخص ده بالمناسبه بيكون اسمه توي. اما بقى التاني ده بيكون اسمه تسوباكي اللي بيقول له على فكره انت بتتحسن يوم بعد يوم بعد ما رجعت من اسبانيا. فبيقول له علشان دوت العام الاخير لينا في المدرسه علشان كده يا تسوباكي احنا لازم نفوز بالنهائيات هذا العام. وساعتها سو بيخش عليهم هو ساساكي وعلى طول بيجري على توي بيقول له على فكره الركله اللي انت لسه شايطها دي عامله زي القنبله. فبيقول له تمام يا معلم انا قائد الفريق وانا في السنه الثالثه وانا اسمي توي. وتسوباكي بيخش عليهم وبيعرفهم برضه باسمه. وسو بيقول لهم انا حابب ان انا اتعرف عليكم علشان انا لسه راجع اصلا من امريكا من شويه. ساعتها في شخص ثاني بيخش عليهم وبيقول لهم هو دوت نادي كره القدم صح؟ انا عايز انضم ليكم وانا اسمي ريو. هو قرر ان هو ينضم للنادي دوت علشان توي علشان هو كان بيلعب في فريق الناشئين وهو بينافس الافضل في العالم. بيقول له تمام ولكن في شويه اخطاء ولكن تمام يا معلم. وساعتها سو بيقول لتوي هو انت كنت بتلعب في فريق الناشئين يعني انت تعرف تنجو صح؟ وساساكي بيقول لهم كفايه من العبط اللي انتوا بتعملوه دوت يلا بينا نتدرب. وكل اللي موجودين بيكونوا عارفين اصلا ساساكي علشان هو اصلا لاعب موهوب وناس كتير تعرفه. وساعتها المدرب بيخش عليهم ايوه يا صديقي ده المدرب ما تستغربش هم اطول منه ولكن ده المدرب. بيقول لهم في نصيبه. بيكمل كلامه وبيقول لهم ان في اشخاص غريبه قرروا ان هم يخشوا المدرسه بتاعتنا وبيسالوا عن نادي كره القدم. وبعد كده بنروح للاشخاص دول اللي بيقولوا فين نادي كره القدم. ولكن ساعتها ابو شعر اصفر ده بيخبط فيهم. بقول لهم انتوا ايه اللي جابكم هنا؟ ولكن الشخص ده بيهجم عليه برجله ولكن بيصدها. ايه ده ركلتك ضعيفه جدا. والشخص اللي هجم عليه ما بيكونش قادر ان هو يحرك رجله تماما. واول لما اصدقائنا بيوصلوا للمكان بيسيب رجله. طيب بيجي لهم وبيقول لهم انتوا جايين هنا عشان تتحدونا صح؟ انتوا عايزين تردوا الدين علشان ساساكي وسو اداكم على عينيكم صح؟ احنا جايين نرد الدين. تمام خلينا نلعب كره القدم. هم على طول بيقولوا يلا وفعلا بيروحوا لهناك. وبطلنا طبعا بيكون في كميه
الانشكاح انا بقالي كتير جدا ما لعبتش مع العدد الكبير دوت. وريو بيقول له انت بتعرف تلعب كره قدم؟ فبيقول له لا تقلق اديني الكره وكله تحت الكنتريلا. تويا بيجمعهم وبيبدا ان هو يقول لكل شخص عن المركز بتاعه. اول واحد ساساكي انت اللي هتكون في مركز الهجوم، وانا وريو هنكون معاك برضه في مركز الهجوم. اما بقى انت ياسو هتكون في الخلف، اما بقى انت تسوباكي هتكون جون، والمدرب بتاع الفريق هو اللي هيكون الحكم. يلا ابداوا. فعلا وتسوباكي بيكون قلقان علشان اول لما اتكلم مع تويا قال له احنا لازم نجمع الفريق بتاعنا، وهو بيقول انت معاك حق احنا لازم نفوز بالنهائيات، لا احنا لازم نفوز بالبطوله. وساساكي بيقدر ان هو يقطع الكره وبشعر اصفر ده وبيحاول يعديه، ولكن بيقول له انسالا وبيشمسه وهوبا جول. قال لا ده انت لعيب بقى مش ينفع ان احنا نسيبك تتباهى. بيكملوا اللعب برضه بيقدر ان هو ياخد منهم الكوره، بيعدي الاول وبوم جون. انت موهوب بس ساكي ولكن انت اناني بزياده. تمام ابصلكم. وفعلا بيبصلهم وبيبداوا ان هم يبصوا ما بين بعضهم، ولكن سو ما بيقدرش ان هو يستلمها. انت كنت بتقول انك كنت عايز تبقى زي تنجي صح؟ ده عندها يلا. وعلى الصعيد الاخر بنروح للنادي دوت. الشخص ده بيكون معاه الكره اللي بيشوطها الحارس ما بيقدرش ان هو يصدها. الشخص ده بيروح عند الجون وبيقول له انت اخطات 10 مرات علشان كده ما ينفعش انك تنضم النادي. وكزاني يلا بره. يلا مين هينضم تاني؟ وبعد كده بنرجع لاصدقائنا تاني. وسو بيقول انا قررت ان انا اكون افضل لاعب في كره القدم. ساساكي بيكون مع الكره الاثنين دول بيحاصروا بيقول له يا ابني مرر، ولكن ساعتها ريو بينطلق باكس السرعه عنده وبياخد الكره وبوم كره تنينيه بمعنى الحرفي جول. وهم اصلا كانوا مسمينه ملك الاهداف. والفريق الخسران بيقرروا ان هم دلوقتي ان هم يستخدموا الخطه بتاعتهم. النتيجه 3-0. الكره بتكون محسوقه اللي تويا بيقول له بصيلي، ولكن لسه هيبصيله الشخص ابو شعر اصفر ده بيمسك تويا وبيقدر ان هو يجيب جون. المدرب بيقول لهم انتوا كده غشيتوا، لكن الهدف ده بيجي من وراه بيقول له انت قصدك ايه يعني؟ انتوا غشيتوا علشان كده الجون ده المفروض ما يتحسبش. طب ما انتوا كده بتغشوا، انتوا قابلين انكم بتكسبوا بالغش يعني ولا ايه؟ تويا بيقول لهم خلاص خلينا نكمل لعب، هم غشوا اهو دلوقتي ما بقاش غير 5 دقايق والمباراه تنتهي. وعلى طول برضه بيغشوا تاني وبيقدروا ان هم يجيبوا الجون التاني وبيكونوا مبهدلينهم بمعنى الكلمه، وما بقاش بس غير 15 ثانيه. وبعد كده بنروح للاثنين دول وبنشوف الشخص ابو شعر اصفر دوت وهو بيقول انا جاي لك دلوقتي يا تويا. واللي قدامه بيقول له انت لسه بتفكر فيه؟ فبيقول له طبعا ده لسه راجع من اسبانيا علشان كده انا مهتم بيه. بنرجع تاني للمباراه. ساسكي بيقدر ان هو ياخد الكره وبيبداوا ان هم يبصوا ما بين بعضهم. الكره بتكون مع ريو اللي بيقول طب انا باص لمين دلوقتي؟ ما بقاش غير 10 ثواني. بيقرر ان هو يبصها لتويا. تويا بياخدها ولسه بيكون هيشوط، لكن العملاق ده بيقف قدامه. الكره بتطير وهي طايره كده. السو ساعتها بيظهر وبياخد الوضعيه بتاعته وبيعمل طاحونه وبيرزع الكره الحارس ما اتحركش من مكانه اصلا، وكده المباراه خلصت 3-4. ادى طب ما انت جامد هو يا سو. هو بيقول انا دخلتها. ايه رايكم في الركله بتاعتي؟ كانت مذهله صح؟ ايوه مذهله طبعا. والاصلع ده بيقول لسو على فكره انت خبطتني في رجلي. فبقول له يا ابني انت عبيط الكره دخلت اصلا فاخرس. لسه بيكون هيتكلم، لكن الاثنين اللي كانوا راكبين العربيه ساعتها بيوصلوا، والاثنين دول بيلعبوا في الفريق الاول تحت السن ال 18. وابو شعر اصفر ده بيكون اسمه لو. العملاق ده بيكون عايز يتخانق مع الاثنين دول، لكن اللي جنبه بيقول ما تتخانقش معاهم، على فكره المدرسه اللي هم فيها مليانه بابناء السياسيين ورجال الاعمال والشرطه، يعني يلا نفتح سبرنت. تويا بيقول انا بقالي كتير جدا ما شفتكش. فبيقول له خلاص ايه النتيجه الخرا اللي انت فيها ديت؟ ده انت لسه راجع من اسبانيا حتى. لو هو ماشي كده بيقول لهم على فكره انتوا هتشاركوا اكيد في كاس فريشو، علشان كده انا بتشوق اللي انا اقابلكم. وانت طبعا يا صديقي مش فاهم يعني ايه كاس فريشو. انا اقول لك بقى كاس فريشو ديت بتكون بطوله كره القدم للسنويه، وهي هتتعمل الشهر الجاي، والفرق هناك بيتنافسوا علشان يحصلوا على اللقب الافضل في الدوله، واحنا طبعا عايزين نفوز. فهو بيقول لهم تمام انا مش قادر ان انا استنى، وعلى فكره انا هبدا ان انا اتمرن علشان اطور نفسي عشان اول لما البطوله تبدا احنا لازم ننتصر. طيب بقول لهم انتوا اتدربتوا بما فيه الكفايه النهارده، علشان كده خدوا بعضكم وروحوا. وزي ما انتوا عارفين الاستراحه جزء برضه من التدريب، ولكن ما تقلقوش من بكره احنا هنبذل كسر جهدنا. وطيب بقول لهم مرحبا بكم في ناديكو. ساساكي بقى اللي بيفكر في الركله بتاعت سوديات. وبعد كده بنروح له واللي معاه بيقول له هو انت فاكر ان مدرسه كو هيكون تهديد علينا؟ فلو بيقول له لا انا كل اللي خايف منه بس هو تويا، وانا مش قادر استنى المباراه بتاعت الشهر الجاي. وتاني يوم بقى سو بيصحى وبيروح للنادي وبيروح يتمرن، لكن ساساكي بيخش عليه وبيقول له انت بتتمرن لوحدك ليه؟ وبياخد الكره وبينطط كده وبيشوط، بتخبط في الكره اللي كانت داخله في الجون. قال لا ما انت جامد اهوت. سو بيقول له انت ليه بتتجاهلني كده؟ ده احنا المفروض نتدرب مع بعض، ولكن بيطنش وبيبدا ان هو ينط لوحده. يا عم احنا عارفين انك لعيب وامبارح سجلت اكتر من هدف، ولكن خلينا نلعب معاك شويه، احنا لازم نتدرب زي ما انت عارف. وعلى فكره انا كنت مستمتع بالمباراه بتاعت امبارح. فبيقول له ايه ده انت بتلعب كره القدم عشان تستمتع؟ احنا لازم نفوز. فبيقول له انا فاهمك ولكن احنا لازم نستمتع. فبيقول له اسكت يا المبتدئ. وبعد كده بقى الفريق بيظهر وبيبداوا ان هم يتدربوا، واضح كده ان كل واحد بدا ان هو يعالج نقطه ضعفه. وسو ساعتها بيوقع ساساكي، وساساكي بيقول للمدرب زي ما انت
شايف كده، انا عايز ابدل ابن الهرمه اللي مش عارف قوانين كره القدم ديت. تسوباكي بيقول له انت عارف قوانين كره القدم؟ فبيقول له اخد الكره شوت جول. انت عبيط يالا ولا ايه؟ تعالى بس معايا اللحظه انا اوريك قوانين كره القدم. مش شايف الكتب ديت؟ انت لازم تحفظها كلها. ما تنسوش يا شباب ان انتوا تحطوا لايك واشتراك، عشان بصراحه انا مش فاهم انتوا ليه احيانا حتى بعد ما بنطلب محدش فيكم بيحط لايك واشتراك. ولو في مشكله في الفيديو يا ريت تقولوا لنا عليها واحنا على طول هنحلها. بس عايزين زي القنوات الكبيره كده اللي هو في اول 10000 مشاهده يكون في 5000 لايك، يعني طالبين 50%. مش عايز اضايقكم عشان ما افصلكمش عن المشاهده. ايكيزو ومايو فاهم ولا لا؟ بعد ما بيحفظها بيرجع للنادي بيكون حرفيا يا صديقي مش قادر بمعنى الكلمه. وساعتها الاربع اشخاص دول بيخشوا عليهم وبيقولوا لهم احنا جايين هنا علشان احنا عرفنا ان تويا لسه راجع من اسبانيا، اصل لعب كره القدم من غيرك وحشه جدا، وطالما انك موجود احنا هنقرر احنا نلعب كره القدم معاك. فبقول لهم انا اسف ولكن انتوا دلوقتي مش هتقدروا انكم تجاروني علشان رحت لاسبانيا وطورت من نفسي، اما انتوا بقى قررتوا انكم ما تطوروش من نفسكم، بطلتوا تلعبوا كره القدم، وانا دلوقتي مع فريق قرر ان هو يطور نفسه فوق كل دوت. احنا هنوصل لنصف النهائيات وهنكسب. هما بيسمعوا الكلام من هنا بياخدوا بعضهم ويمشوا من هنا. وبعد ما بيخلصوا التمرين بنشوف تويا وتسوباكي، وتسوباكي بيقول له انت ايه اللي خلاك ترفض ان هم يرجعوا للفريق من اول وجديد؟ فهو بيقول له انت مش فاكر الكلام اللي انا قلته لك قبل ما اروح لاسبانيا؟ انا مش ينفع ان انا استمر علشان فريق واحد، ولكن انا رديت عليك وقلت لك ان انا لازم العب كره القدم معاك وانت لازم ترجع للنادي تاني، عشان كده انا هنتظرك وهطور من نفسي. فبيقول له طب ما انا عارف انك كنت هتقول كده، ولكن زي ما انت عارف احنا مش لازم نلعب مع فريق ضعيف. فبيقول له انا اسف الفريق اصلا رحل علشان انت مشيت وانا ما رضيتش ان انا اتمسك فيهم. فبيقول له خلاص اللي حصل، احنا دلوقتي معانا فريق، احنا لازم ناخد البطوله. وتاني يوم كلهم بيتدربوا، سوسكي بيكون معاه كوراسو بيقول له يا ابني بصيله، لكن ده بيشوت يا ابني، احنا جايين هنا نتدرب علشان ننسمج مع بعض، ده مجرد تدريب يعني، فاحنا لازم ننسمج مع بعض وكده. وساعتها تويا بيروح عند ساساكي وبيقول له انا هسالك نفس السؤال اللي انت سالته لسو، هو انت اللي بيهمك هو التسجيل بس؟ كره القدم هي عباره عن لعبه جماعيه. فبيقول له ما انا همشي. وريو بيقول انا عارف السك انك اناني جدا، حتى لما انت كنت في المتوسط الفريق اللي انت كنت بتلعب معاه قرروا ان هم يستغنوا عنك عشان ما ترضاش تبص ليهم، وبسبب كده ما كانش حد بيخليه يلعب معاه بمعنى الكلمه. هو دوت اللي هيحصل لما الواحد يكون مغرور. طب ازاي هنلعب معاه؟ زي ما انتوا عارفين كره القدم لعبه جماعيه وهو بيلعب لوحده، وهي دي نقطه ضعفه. ساعتها سو بيروح له بيقول له انت اللي ما بيخليكش تدينا الكوره، انت مش عايز مساعدتنا ولا ايه؟ فبقول له انا هقدر ان انا اسجل اجوان لوحدي. فبيقول له انت مش لوحدك. ساساكي بيقول له على فكره انا ما بفكرش فيكم كانكم زملاء معايا في الفريق، وخصوصا انت ما بتقدرش تستلم الكوره ولا تمررها. فبيقول له لا انا هخليك تشوف تطوري، وساعتها انا هخليك تعترف بيا. وتاني يوم بقى بنشوف تسوباكي وهو عند تويا وهو بيقول له انت بتكتب ايه؟ فبيقول له انا بفكر عشان اعمل خطه تناسب كل واحد معانا في الفريق وتطلع كل امكانياته. فبيقول له تمام يا معلم. وبعد كده بيروحوا للملعب وبيقرر ان هو يغير المواقع بتاعتهم، وبيقول لهم انا شفت المباراه بتاعتكم لما احنا كنا بنلعب عشان احنا كنا مسجلينها اصلا. اول حاجه هو ريو انت هتفضل زي ما انت في خط الهجوم، وانت يا سو انت لعبت في المباراه اللي فاتت خط خلف، ولكن المره دي عايزك تكون خط هجوم. اما بالنسبه لك بقى انت سكت على طول بتلعب في الخط الهجوم، علشان كده انت المره دي هتلعب في الخط الخلفي. انت قصدك انت بتبدله بيا؟ انا احرف منه بكتير. فبيقول له السبب الوحيد اللي انا خليتك ترجع للخط الخلفي ان انا عايزك تتحكم بالملعب بالكامل. الامر بسيط جدا، كل ما في الموضوع ان الخط الخلفي بيقدر ان هو يتحكم في الفريق بتاعه، ويقدر ان هو يتوقع بحركات زمايله ويديهم الكره علشان يقدروا ان هم يجيبوا جوان. انا عارف انك ممكن تحس بضغط، ولكن مع الوقت انت هتقدر انك تتحكم بالملعب، وبصفتك انت المحرك بتاع الملعب، فانت لازم تخلي اصدقائك يشاركوا معاك في الملعب وهما بيحاولوا يحلوا المشكله بتاعته علشان هو اناني. يلا احنا دلوقتي هنتمرن. هو بيقول محرك الملعب وانا اقدر اعملها فعلا. وبعد كده بنروح له واللي معاه بيقول له تحصلت على كل اللي انت كنت عايزه صح؟ انت مستني المباراه؟ فبيقول له طبعا. وبعد كده المدرب بتاعهم بيخش عليهم وبيقول لهم ان تم تحديد الخصم بتاعكم وهو ادلى البرتو. انا عارف يا تو ان دوت الفريق اللي انت كنت بتلعب معاه زمان تحت السن ال 18، وانت وتنجي ولو انتوا كان بيطلق عليكم المثلث الذهبي، وانتوا طبعا بيكون فرحان جدا عشان دلوقتي هيلعب ضد تنجي. وطيب بيقول طب احنا هنلعب معاهم ازاي؟ ولكن سو بيقول لهم ما تقلقوش احنا اللي هننتصر. فبقول لهم تمام احنا دلوقتي هنعالج الاخطاء بتاعتنا. وبعد كده ريو بيروح عند تويا بيقول له على فكره انا عارف حارس ممتاز وهو اسمه جاي، طبعا انت عارفه. بيقول له انا عارفه، افضل حارس في المدرسه المتوسطه. فبقول له بالظبط كده، بس هو ساب كره القدم منذ وقت طويل. فبقول له لا انا هحاول معاه. فبيقول له يلا يا معلم. وبعد كده تويا بيجمعهم وبيقول لهم احنا لازم دلوقتي نعرف الاسلحه بتاعتنا علشان نقدر ان احنا نفوز في المباراه الجايه. وزي ما انتم عارفين فريق ألدالبرتو دوت قوي جدا وهم متفوقين علينا في كل النواحي، ولكن احنا لازم نحط خطه نقدر ان احنا نطلع فيها كل مميزاتنا. وفريق ألدالبرتو منظم جدا وفوق كل دوت هم متعاونين وعارفين حركات زمايلهم، علشان كده بيدوهم الكوره وبيقدروا ان هم يسجلوا جوان كتيره. واللاعب الجديد اللي لسه منضم ليهم احنا مش عارفين عنه اي بيانات، وعلشان نقدر ان احنا نهزمهم لازم دلوقتي نروح نتدرب، وهنتدرب على الدفاع والتمريرات. فهم بيقولوا تمام. وبعد كده السو بيطلع وبيلاقي زمايله دول قدامه وهم بيقولوا انت دلوقتي هتلعب كره القدم وفوق كل دوت هتشارك في كاس فريشو. فهو بيقول لهم انا متحمس جدا
جدا عشان هلعب ضد كودوزي، لكن هم بيقولوا له طب بالنسبه لساسكي هو مش معاكم في الفريق، هو دلوقتي ما بقاش يتكلم مع اي حد. وبعد كده سو بيروح يتدرب وريو بيخش عليه وبيقول له انت ايه اللي بيخليك تتدرب لغايه دلوقتي؟ فهو بيقول له انا عايز اكون قوي، وفوق كل دوت انتوا حاطين كل املكم على ساسكي، وهو فوق كل دوت بيدرس، علشان كده انا لازم انافس الكسار جودي واوصل لمستواه. فبيقول له تمام ما تتدربش لوحدك، خلينا نتدرب سوا. فبيقول له يلا. وبعد كده بنشوف الشخص دوت اللي من فريق البرتو، هو بيكون ماسك السجل بتاع فريق كو. مباراتنا الاولى ضدكم، ولكن ايه ده اللاعب الجديد اللي عندكم دوت سو، هو دوت بقى سو. بعد كده بنروح لريو اللي بيروح لجاي اللي بيقول له عامل ايه، اللي بيكون شغال في المطعم دوت. وساعتها الاثنين بيطلعوا بره وريو بيديله القفازات وبيقول له احنا هنلعب مباراه كبيره جدا وهي كاس فريشو، علشان كده محتاج مساعدتك. فهو بيقول له انا اعتزلت كره القدم. فبيقول له انا عارف انك نادم ولكن خد القرار، انا عايزك ترجع. فبيقول له لا انا بقيت بكره كره القدم، ما بقتش تناسبني، اطلب من اي شخص تاني. فبيقول له لا انا مستنيك، انت دلوقتي معاك القفازات، انا واثق فيك. ولكن بيسيبوه وبيمشي، وسو بيكون شاف ده كله. وبعد كده الاثنين بيتمشوا وريو بيحكوا له كل حاجه. وبنعرف بقى ان سو وجاي هما الاثنين اصلا اصدقاء طفوله، ولما ريو كان بيلعب كره القدم محدش كان بيقدر ان هو يوقفه، وعلشان يقدروا ان هم يوقفوه ساعتها بيغشوا وبيوقعوه. وجاي كان بيلعب معاه ساعتها وكان قلقان عليه جدا. واللي هناك بيقولوا لريو كل ده بسببك انت علشان انت سريع بزياده، لكن جاي راح مسك فيه وضربه. وبعد ما ضرب الشخص ده وقرر ان هو يعتزل كره القدم، ولكن انا متاكد ان هو هيرجع يلعب من اول وجديد، انا بثق فيه. وهم واقفين كده بيسمعوا صوت من الشاشه ديت وهي بتقول المقاطعه الثانيه عن اللاعب الوطني السابق الياباني ياماتو اللي قرر ان هو يلف العالم علشان يدرب العيال الصغيره. وريو بيقول له على فكره ده عنده نفس اسم عيلتك، هو قريبك. فبيقول له مستحيل، وهو بيكون متضايق جدا. وتاني يوم بيروح يضربه، ولكن سو ما بيكونش مع الملعب اصلا. تويا بيقول له يا ابني ما تركز، مالك انت لو غفلت عن اللي معاك كوره خلاص الماتش هينتهي. فبيقول له تمام، والكوره بتكون مع ساسكي اللي بيمتلك باكس السرعه عنده، ولكن برضه ما بيرضاش ان هو يبصي لاي حد. انت هتعمل ايه دلوقتي يا تويا؟ ساعتها تسوباكي بيروح له وبيقول له يا ابني ده كان وقت مناسب انك تبصي لي، ليه ما بصيتليش؟ انا جبت الجون. فعادي بقى يا ابني، انت محرك الملعب فانت لازم اصلا تتحكم بينا وتدينا الكوره، ده هو جزء من المكان اللي انت فيه. فبيقول له انا عارف، ولكن احنا لازم نعمل الحاجه اللي احنا بنعرف نعملها مش الحاجه اللي احنا ما بنعرفش نعملها. بيكملوا لعب، الكوره بتكون مع ساسكي، تسوباكا بيكون عايز ياخدها منه وبيكون قدامه ان هو يبصي لريو، ولكن ما بيرضاش بسبب انيته ديت. الكوره بتطلع لبره، يعني يا ابن الصرمه ما تبصي. فبيقول لهم خلاص انا هعملها لوحدي. وطيب بيقرر ان هو يديهم الصراحه علشان شكلهم كده كانوا يتخانقوا مع بعض. وبعد كده بيروح له بيقول له انت استسلمت ولا ايه؟ ساسكي بيقول انا قريت كتب وشاهدت مقاطع ولكن مش قادر ان انا ابص لاي حد. فبيقول له يا ابني ما دوت طبيعي، الواحد بيبدا صغير وبعد كده بيكبر، كل اللي عليك بس انك تستمر حتى النهايه. وتسوباكي والمدرب بيكونوا قلقانين جدا علشان تويا قرر ان هو يخلي تسوباكي هو محرك الملعب، ولكن برضه احنا لازم نستنى علشان اصلا ساسكي بيقدر ان هو يلعب كويس جدا. المهم تسوباكي وتويا بيكملوا تدريب، وتويا بيكون مع الكره اللي بيشوط على تسوباكي بيكون هيصدها، ولكن صبعه بيوجعه وهو بيجري عليه وبيقول له يا ابني مالك؟ مفيش اي حاجه ما تقلقش عليا. وخلاص كاس فريشو المباراه الاولى التمهيديه قربت تبدا. وبالليل بقى طبعا يا صديقي سو ما بيقدرش ان هو يستريح وبيقرر ان هو يروح يتدرب. ونفس النظام عند ريو ونفس النظام عند ساسكي. وساعتها ريوتا بيرن عليه وبيقول له المباراه خلاص قربت تبدا، انت متاكد انك كويس؟ فبيقول له وهكذا جاء اليوم الموعود، التصفيات النهائيه لكاس فريشو هتبدا. وريو اللي بيبص صديقي على جاي ولكن ما جاش، ده بيكون شغال اصلا في المطعم. المهم اصدقائنا بيخشوا الملعب وكل اللي موجودين ما بيتكلموش عليهم، بيتكلموا عن فريق البرتو. ساسكي بيقول لسو انت متوقع ان احنا نكسب؟ فبقول له ما تفكرش في الموضوع، احنا لو كسبنا كل الناس دي هتشجعنا وكل اللي موجودين معاه. بيقول له طبعا احنا لازم ننتصر. وفريق البرتو اللي ما بيكونش قلقانين خالص الا الشخص دوت اللي بيقول انا عايز انام انا عايز انام انا عايز انام. ودلوقتي المباراه الاولى ما بين فريق كو والبرتو هتبدا، وطبعا بيقول للفريق احنا لازم ننتصر، ونفس النظام عند لول اللي بيقول لهم فريقنا ما بيخسرش. وبعد كده المعلق بيقول لكل اللي موجودين عن اسامي اللعيبه وما تزعلش مني يا صديقي لو انا غلطت باسم شخص علشان دول 10 لعيبه. هتقول لي ازاي؟ كره القدم بيكون 11 ضد 11. لا يا صديقي دي كره القدم للصالات، وكره القدم للصالات ديت يا صديقي بتكون 5 ضد 5 مش 11 ضد 11. تمام. ولو بيقول لتويا لحظك التعيس انك هتواجهني في البدايه. فبيقول له يلا بس وانا هوريك قيمتك. المباراه بتبدا، الكوره بتكون مع سوي اللي بيعدي الاول. لا ده انتوا لعيبه بقى. بيديها لساسكي اللي لسه بيكون هيشوط، ولكنه بيظهر قدامه والكوره بتطير. ريو بينطلق علشان ياخدها، ولكن العملاق ده هو بيظهر وبيديها لزميله اللي بينطلق هو واللي معاه، وبيقدر ان هو يجيب الجون الاول. وفريق البرتو قدر ان هو يتفوق عليهم في رمح البصر. الشخص ده بيجي عند ساسكي وبيقول له انت بقى العبقري الاناني، انت هتخسر. عارف ليه؟ عشان ما بتبصيش لاي حد معاك.
انت هتخسر. وبعد كده بنشوف شخص كده بيجري وبيكون رايح على الملعب. ايوه ده جاي. بنرجع تاني للملعب بيكملوا لعب. الشخص ده بيكون مع الكرة لكن بتتقطع منه الكرة بتكون مع ساسكي اللي بينطلق. والشخص ده بيقول له انت متعلق بكرة القدم والقراية ولكن الكرة دلوقتي مش معاك يا حبيبي، وبينطلق وبيدال اللي معاه ولكن على طول سو بيقدر ان هو ياخدها ولكن سرعان ما بتتقطع منه. مين اللي قطعها؟ الحارس اللي بيكمل جري. محدش مصدق اللي بيحصل دوت. وساعتها بيوصل للجون وبياخد الوضعية وشكله كده هيشوط ولكن لا ده بيديها له. ايه اللي بيشوط؟ جول 2-0. فليه البرتو دوت فعلا قوي جدا. والشخص دوت يا صديقي اللي بيكون مكسوف جدا فبيقرر ان هو يبدل مع الشخص ابو شعر ازرق دوت اللي بيكون مع الكرة وطوي هو اللي بيكون مدقق عليه ولكن انت فاكر ان هو هيسكت. لا والله بيقدر ان هو يعديه وبيباصي ما بينه وما بين زميله. طوي بيكون عايز ياخدها ولكن بيديها لزميله. هوبا جول التالت. وكل اللي موجودين بيشجعوا فريق البرتو. المهم بقى بيكملوا لعب الكرة بتكون مع الشخص دوت ولكن هوبا ساسكي بيقدر ان هو ياخدها وبيفتكر كلام توي لما قال له احنا هنعتمد عليك، انت لازم تلعب معانا لعب جماعي. اقول انا على عكس اللي معايا محدش يقدر ان هو يوقفني. ريو بيقول له ادهاني وفعلا بيديها له ولكن ما بيقدرش ان هو يستلمها. وهنا بيتاكد مفيش اي فايده منكم تماما ولكن بيقدر ان هو ياخد منهم الكرة من اول وجديد. ريو بيقول له ادهاني ولكن ما بيسمعش كلامه. بيعدي الاول الثاني الثالث. ايوه بيعمل التقنيه السحريه بتاعته. هوبا جول. لقد فنجرها. قدر ان هو يعدي الاربع لعيبه لوحده ويجيب جون. هو دوت ساسكي. وتسوباكو وريوتا بيتاكدوا ان هو مش قادر ان هو يلعب مع الفريق جماعي. بيكملوا لعب الكره بتكون مع ريو اللي بيشوطها لكن الحارس بيقدر ان هو يصدها. ركز عاد هنقدر ان احنا نجيب التعادل ولكن لو بيكسر امله. بيقدر ان هو يجيب جون ولكن توي بيردهوله وبقول احنا لازم نجيب جون كمان قبل انتهاء الشوط الاول ولكن الشخص ابو شعر بنفسجي دوت بيجيب الخامس. انتهى الشوط الاول والنتيجه 2-5. وبنشوف الشخص دوت من فريق البرتو بيقول على فكره انا خاب املي فريقكو. انا كنت فاكر هنا ان انا هاجي استمتع ولكن لا ولكن سيبكم من ده كله احنا لازم نفشخهم. وبعد كده بنروح لهم والسو بيقول لهم ما تقلقوش ده الشوط الاول يعني عادي احنا هننتصر عليهم في الشوط الثاني ولكن ساسكي بيقول له افهم دول على فكره متفوقين عليها ب3 اجوان ايها المبتدئ. سيبكم من ده كله الخناقه مش هتعمل اي حاجه. هم المفروض انت اساسك انت صانع الفريق يعني مش فاهم انت ايه اللي بيخليك تلعب لوحدك. فبقول له مالكش دعوه انا احرزت هدفين اصلا لوحدي ودوت املنا الوحيد ادوني الكوره وانا اللي هسجل الاجوان. وروبي يقول انت يا ساسكي بتبذل قصارى جهدك انت وسو يبقى انا لازم انا كمان ابذل قصارى جهدي. الشوط الثاني بيبدا وفي الوقت دوت جاي بيكون دخل الملعب الكوره بتكون مع ريو والشخص دوت بيكون مراقبه. هو بيقول احنا لازم ننتصر ولكن الشخص دوت بيديله بالكتف بيوقعه على الارض. وفي الوقت دوت جاي بيفتكر الماضي لما وقع نفس الوقعه ديت. جاي ساعتها بيجري عليه وبيقول له انت اخيرا جيت. فبيقول له انزل للملعب ارجوك انا عارف انك جيت هنا اصلا عشان تلعب كرة القدم علشان كده يلا انزل. فبقول له انا اكتفيت من كرة القدم وانا مش عايز انزل تاني علشان ما اذاكش من اول وجديد. لا فكر في الموضوع. بيبدا يفكر وساعتها بيقول له خلاص انا هلعب كرة القدم من اول وجديد. وساعتها الحكم بيصفر وبنكتشف بقى صديقي ان ريو لما كان معاه الكرة الشخص اللي وقعه دوت كان خطأ ريو علشان كده فريق البرتو هياخد ضربة جزاء. وتسوباكي بيقول للجاي يلا يا معلم احنا مش قلقانين طالما انت اللي هتكون حارس المرمى. بيلبس وبيبدا ان هو يتجهز والشخص ابو شعر بنفسجي ده بيشوط ولكن جاي ساعتها بيتقلب نمر وبقدر ان هو يصد الكرة بتطير وبتوصل عند ريو اللي بيعدي الاول الثاني. يلا اللي بعده. ابو انا حاسس ان جسدي خفيف زي المره اللي فاتت. هو دوت الشعور اللي انا بحسه لما بلعب معاك انت جاي. ساعتها بيديها لسو اللي بيديها له تاني. ايوه دي ركله التنين بتاعته. جول. الحارس ما قدرش ان هو يشوفها حتى وساعتها بيجري. ايوه عليه. والسو اللي بيكون متفاجئ انت اديتني الكرة وخليتني ارجعها لك. طب انت عرفت مكاني منين اصلا؟ المهم بيكملوا لعب الكرة بيكون مع ساسكي اللي بيشوط. ايوه جابوا التعادل 6-6 وكل اللي موجودين بيشجعوا فريقكم وفريق البرتو. وساعتها لو بيقول للحكم احنا عايزين وقت مستقطع وهم بيكونوا مستغربين ازاي يعني تحولوا مره واحده من فار لنمر. انا عارف اللي هو التشبيه مخل ولكن يا صديقي استحملني. بيكملوا لعب والكرة بتكون مع ساسكي اللي بيعدي الاول الثاني بيشوط ولكن الحارس بيقدر ان هو يصدها. وساعتها بيقدروا ان هم يجيبوا جون كمان و7-6 بياخدوا الكرة من اول وجديد وبيقدروا ان هم يجيبوا الجون الثاني 8-6. الكرة بتكون مع ساسكي اللي بينطلق بيعدي الاول ما بقاش غير دقيقتين والمباراة تنتهي ولكن بتتاخد منه وبيجيبوا جون ثاني. وساسكي بيجري كده ساعتها بيبص على السويل اللي عينيه بدأت تتلون. الشخص ده بيكون مع الكرة لكن توي بيجي عنده وبيقول
بيقول له انت فاكر ان احنا هنسيبكم كده بالسهل ولا ايه؟ لم تنتهي المباراه بعد. وبياخد الكره اللي بيديها لساسكي. ساسكي بيكون عايز يبصيها لاي حد معاه ولكن كلهم متحصرين. ريو بيقلع وبيديها له ولسه بيكون هيتحرك ولكن بيتحصر وساعتها بطلنا بيبدا ان هو يتحرك وبياخد منه الكره وبيرفعها وبياخد الوضعيه بتاعته وبيلف الكره بتنزل بيشوط ولكن للاسف بتطلع بره وكده انتهت المباراه وفريق البرتو هو اللي انتصر في المباراه الاولى بنتيجه 9-6. وبعد كده بنشوف فريقنا هو طالع كده المدرب بيقول لهم انتوا بذلتوا كسرى جهدكم يا حبيبي احنا خسرنا خلاص بقى ولكن لا اكيد في فرصه جايه المره الجايه احنا هننتصر عليهم وهنبذل كسرى جهدنا عقبال لما الوقت دوت يجي. فتويا بيقول له انت معاك حق المره الجايه اللي هنواجههم فيهم احنا هننتصر عليهم وساعتها هنصل للبطوله الوطنيه. وساعتها ريو بيقول الجاي على فكره طالما انك معانا احنا هنكسب اكيد علشان انت وحش وبيخش فيك جوان. كذاب يعني. وساعتها ساسكي بيفتكر المباراه والشخص دوت لما خد منه الكره وقدر ان هو يسجل. وبعد كده بنشوف سو هو بيلعب كره القدم وهو صغير وبيلعبه فبيقول له تعالى العب معايا ولكن ابوه بياخد بعضه وبيمشي وبنعرف بقى اللي دوت حلم. وبعدها بيروح للنادي وبيلاقي ساسكي هناك قاعد عمال يتدرب فبيقول له على فكره فريق ادرا البرتو امبارح كان جامد جدا وكانت تمريناتهم اسطوريه اكيد في يوم من الايام هنقدر احنا نتواصل ما بين بعضنا زي ما هم كانوا بيقدروا ان هم يتواصلوا ما بين بعضهم. والاثنين بيبداوا ان هم يلوموا ببعض ودوت يقول له انت اللي خسرتنا والتاني يقول له انت اللي خسرتنا. المهم بقى الفريق بيوصل على الرغم ان هم مش عندهم تدريب النهارده ولكن قرروا ان هم يتدربوا علشان يحسنوا من مستواهم. وبعد كده تويا بيقول لهم دوت الحارس بتاعنا الجديد وهو اسمه جاي. كلهم على طول بيوافقوا علشان قدر ان هو يصد ركله الجزاء في المباراه اللي فاتت. فهو بيقول لهم انا مش مدش انا صديت جون واحد بس هم جابوا فينا 5 تجوان. تسوباكي بيقول له على فكره انا لو كنت مكانك ما كنتش هقدر ان انا اصدها علشان كده انت لازم تكون فخور بنفسك. تويا بيقول لهم احنا خسرنا قدام ادلا البرتو صح ولكن قدرنا برضه ان احنا نتحدى فريق من الفئه الوطنيه يعني من الاخر احنا مش هنتكاسل زي ما كنا بنتكاسل لا احنا هنتدرب علشان لما نيجي نواجههم مره ثانيه نهزمهم. وكده كده في بطوله قربت وهي بطوله السماء ودي بطوله وطنيه للمدارس الثانويه في كره القدم الخماسيه علشان كده احنا لازم نبذل كسرى جهدنا. ولكن طبعا ساسكي مدمر الفرحه بيقول لهم طالما ان سو معانا وانتوا مش هنعرف نكسب يعني انت بتكره تخلينا نفرح على في ايه. وتويا بيقول لسو بص انت بتعرف تلعب وكل حاجه ولكن انت عندك مشاكل انك ما بتقدرش انك تتحكم بالكره كويس. مش انت بس اللي فيك عيوب لا ده احنا كلنا عندنا عيوب ولازم نحسنها. يلا احنا نبدا دلوقتي ولكن قبل ما نبدا انا عايز اتكلم معاك ساسكي شويه. وفعلا بيطلع وهو بيقول انت شفت في المباراه ضد فريق ادلا البرتو هم ازاي كانوا بيوصلوا الكره لبعضهم كانوا بيقدروا ان هم يتحركوا بطريقه سلسه جدا وانت الصانع بتاعنا علشان كده انت اللي لازم تتحكم بينا زي ما قلنا قبل كده. انا مش هعرف اعمل كده لا انت مش لازم تستسلم علشان مباراه واحده. فبيقول له تمام ولكن انت اللي بيخليك تخلينا انا اللي اعملها ما تعملها انت. فبيقول له انت ما لاحظتش تطور سو من ساعه لما انضم لينا هو ما لعبش قبل كده في فريق ولكن انت شايف دلوقتي بدا ان هو يتطور. انت عارف ده بسبب مين؟ بسببك انت. كل ده عشان انت موجود معانا انت عندك موهبه. خد الموضوع بهدوء وركز في الموضوع وهتقدر انك تتحكم بينا كلنا. وبعد كده بيجمعهم وبيقول لسو انت هتتدرب مع ساسكي على التمريرات. فبقول له مستحيل والتاني بيقول له برضه مستحيل انسى يا معلم احنا مش هننسمج مع بعض ابدا. لا انا حطيت القرار دوت علشان تقدروا انكم تطلعوا كل امكانياتكم هو دوت كل اللي عنده يلا روحوا اتدربوا. وبعد كده فعلا بيروحوا يتدربوا هما الاثنين وبنعرف ان هما بيعملوا كده علشان سو يقدر ان هو يستلم الكره اللي بتيجي من ساسكي ليه وطبعا ما بيقدرش ان هو يستلمها فبيقرروا الاثنين يتخانقوا مع بعض. كلهم بيكون فاقدين منهم الامل بمعنى الكلمه ولكن تويا بيجي لهم وبيقول لهم انتوا لو ما خدتوش بعضكم بمحمل الجد ما حدش منكم هيقدر ان هو يلعب مع الثاني. فريق بيقول له فكره بيقرر ان هو ياخدهم هما الاثنين معاه ويوديهم لصاله الالعاب ديت وجاي بيكون معاهم كحاجه من المتعه يعني وكده والاثنين يتسمجوا مع بعض. اول حاجه هما الاثنين بيلعبوا وبيكسبوا في اللعبه فبيقولوا لساسكي وسو يلا جربوا انتوا لازم تكسبوا. الاثنين بيلعبوا ولكن ما بيقدروش ان هم ينسمجوا مع بعض فبيقرروا ان هم يلعبوا لعبه ثانيه ولكن برضه مش عارفين مفيش فايده من اللي جابهم خالص. ده حتى التلاميذ في المرحله الابتدائيه يقدروا ان هم يكسبوا في اللعبه ديت انتوا بدون اي فايده. ساسكي بيقول لهم زي ما انتوا شايفين كده مفيش تزامن ما بيني وما بينه علشان كده فكك مني بقى. وبعد كده بنشوف ريو هو جاي هما الاثنين بيتمشوا كده وريو بيقول له انت ما لاحظتش ان ساسكي وهو بيتكلم كان جاب بزياده بس ايه اللي يخليه يتخلى عن زميله بالسرعه ديت. وتاني يوم بقى وصوا عند المدرب بيقول له في مباراه بكره لمدرسه اوكازان لو انت عايز تروح وكده. فسو على طول بيفرح وبيقول له انا رايح هناك وفعلا بيروح هناك. واول لما بينزل في المحطه صديقي بيلاقي الولايه ديت شايله حاجات فبيروح يشيل معاها كنوع من المساعده وبسبب اللي هو عمله دوت اتاخر على المباراه فبيروح جري على طول هناك ولكن بيخبط في شخص والشخص دوت بيكون ساسكي. بيقول له هي المباراه شغاله فبيقول له لا خلصت. فبياخد بعضه وبيمشي ولكن بسبب سرعته ديت التليفون واقع منه. وبعد كده بنروح للاثنين دول اللي بيكونوا من نادي اوكازان والشخص اللي بيكون عنده عين دوت بيكون اسمه تنجو. وساعتها سو بيخبط فيه وبيقول له انت تنجو فبيقول له يعني انت عايز ايه يعني. فبيقول له انا عايز اخد مباراه ضدك انت. فبيقول له انا انت مين انت انا السو ياماتو. فبيقول له ياماتو ما تقربش عننا يلا خد بعضك وامشي احنا مش هنتدرب معاك. قبل ما يمشي سو بيقول على فكره انا بلعب كره القدم وكل دوت علشان انت الهمتني علشان كده ارجوك واجهني.
تاني. فبيقول له تمام. مو فعلا الاثنين بيروحوا عند الملعب والكره بتكون محصول لسه يتحرك ولكن هو بياخدها منه بيقدر ان هو يسجل. فبيقول له يا ابني ما توريني مستواك، ايه المستوى المتدني ده؟ بيكملوا لعب والكره بتكون معاه هو. سو بيخش عليه ولكن هو بيقول له على فكره انا خاب ظني في ابن ياماتو. فبيقول له انت عرفت منين؟ فبيقول له الفرق ما بينك وما بين مهارات ابوك كبيره جدا، انت لازم تتخلى عن كره القدم. فسو بيقول له خلاص جربني مره تانية وبس. فبيقول له تمام. وفعلا الكره بتكون محسوب ولكن في لمح البصر بيقدر ان هو ياخدها منه بيرفعها في الهواء وبيرزع بكورد اسطوري في الجول. سو بيقول له التقنيه ديت. فبيقول له بالظبط كده ابوك هو اللي علمهاني قبل ما يمشي. وهو على طول بيفتكر ابوه لما علمه الزوبعه وهو بيقول له طالما انك عرفت كل حاجه دلوقتي يلا سلام. وساعتها ساسكي بيلاقيه وبيقول له مالك يا ابني كده؟ فبيقول له يا ريتني ما لعبت كره القدم الخماسيه. ساسكي بيقول له على فكره انا خاب ظن فيك وبيسيب له التليفون وبياخد بعضه وبيمشي. وتاني يوم بقى في المدرسه سو ما بيكونش هناك وساسكي بيكون قلقان عليه جدا، حتى التمرين ما راحوش وهم بيقولوا على ما اظن كده الدنيا كانت بتنطر امبارح فعشان كده هو ما جاش، اكيد يعني جاله دور برد وكده وهيرجع اول لما يخف. ولكن ساسكي بيقول لهم هو مش هيرجع تاني على ما اظن كده. انت تعرف حاجه صح؟ فصل لنا. فهو بيقول لهم هو علشان خسر قدام تنجو علشان كده قرر ان هو يعتزل كره القدم للصلاه. فهم بيقولوا طبيعي ان هو يخسر قدامه دوت اصلا وحش كاسح في الملعب، بس دوت مش سبب يخليه يعتزل من كره القدم. ساسكي بيقول لهم كفايه كلام عليه ده اصلا مبتدئ علشان كده طنشوه. وبطوله السماء الصيفيه قربت تبدا ومهما كانت اسبابه انا مش هلعب مع واحد بيكره كره القدم. فتويا بيقول لهم روحوا اتدربوا وانا بعد كده هبقى اتصل بيه. وهم بيتدربوا كده ساعتها ساسكي بيفتكروا لما قال له انا هعديك في يوم من الايام. وبعد كده بنروح لسو اللي بيكون قاعد كده ومكتئب جدا وساعتها بيفتكر الكلام بتاع تنجو لما قال له انت بدون اي فايده. وساعتها تويا بيتصل عليه وبيقول له تعالى قابلني. فبيروح له فعلا وتويا بيقول له انت تعبان. فبيقول له لا. طب ايه اللي ما خلاكش تيجي تتمرن معانا؟ فهو بيقول له انت عارف اللاعب السابق للمنتخب الياباني ياماتو دوت ابويا وهو علمني كره القدم من اول لما انا كنت صغير. انا كنت مستمتع جدا لما كنت بلعب معاه وهو كان مثلي الاعلى، ولكن في احدى الايام هو خد بعضه ومشي وما تواصلش معايا ولا مع عيلته. ومن ساعتها انا قررت ان انا ما العبش كره القدم الخماسيه واقنعت نفسي ان هو مش اب من الاساس. لكن في احدى الايام شفت المباراه بتاعت تنجو والركله اللي ابويا علمها له ومن ساعتها قررت ان انا العب كره القدم من اول وجديد. ولكن تنجو حل مكاني عند ابويا وانا من اول مره شفت فيها تنجو حسيت ان هو ابويا بقى نسخه طبق الاصل منه، علشان كده انا كرهته وكرهت ابويا ولكن انا عايز العب كره القدم برضه. وبيبدا يعيط. فتويا بيقول له ما تعيطش يا حبيبه هصورك. انا بقول لك اهو. المهم انا لو قلت لك تعالى العب معايا كره القدم انت مش هترضى طبعا، وانت لو فضلت تفكر في ابوك وتنجو انت مش هتنسى اي حاجه وهتفضل بأسان. بيكمل كلامه وبيقول له على فكره انت يوم بعد يوم بلاحظ انك بتتطور بسرعه خرافيه. انت دلوقتي الحاضر ما تفكرش في الماضي علشان ما تفتكرش ابوك وان هو سبك منذ سنوات، وانا عارف لما واحد يكون قدامه عقبه ومش قادر ان هو يعديها. فبيقول له انت كمان. فبيقول له بالظبط كده ولكن في الوقت دوت انت لو زعلت وفضلت ترمي اللوم على ابوك انت مش هتقدر انك تعديه ابدا. علشان كده تدور على الايجابيات اللي جواك. وعلى فكره انت مش لوحدك، لا انت عندك اصدقائك، علشان كده انا هستناك في الملعب. وتاني يوم بقى بنشوف اصدقائنا هم في الملعب ولكن برضه سو مرضاش ان هو يجي. ريو بيكون متضايق جدا بيشوف ساسكي فبيجي يتكلم معاه ولكن ما برضاش يرد عليه فبيروح يقف قدامه وبيقول له على فكره سو كان بيحب ان هو يلعب معاك على طول وكان عايز ان هو يتجاوزك. بيقول له انا اعمل لك ايه يعني؟ بعد كده ساسكي وجاي هما الاثنين بيتدربوا كده ولكن ساسكي بيعمل خطا. ساسكي بيروح يغسل وشه فجاي بيجي وراه بيقول له يا ابني مالك انت حزين لي كده؟ وطالما انك وصلت للحته دي يا صديقي لازم تنزل تعمل لايك واشتراك علشان تخلي الفيديو يظهر وتدعمني بالمره. وبس يلا بينا نكمل. على الرغم انك كنت بتكره سو فيعني المفروض الموضوع يكون مخليك مبسوط مش متضايق. فبيقول له اخرس انا كل اللي مضايقني بس ان هو ما بقاش يحب كره القدم الخماسيه، واول لما بيروح على النادي بيفتكر سو لما كان على طول اول لما يروح على النادي بيلاقيه هناك. وبعد كده بنروح لساسكي اللي بيكون زعلان كده فبيقرر ان هو يلعب كره القدم في الملعب وساعتها ساسكي بيجي له وبياخد منه الكره فبياخدها منه تاني. وساسكي بيقول له طالما انك ما بتحبش كره القدم ايه اللي خلاك تلعبها اصلا من البدايه؟ فبقول له اخرس انت ما تعرفش اي حاجه. فبقول له اخرس انت كمان انت خلتني اتضايق منك على فكره وانا كنت فاكر انك هتقدر انك تعديني في احدى الايام. فبيقول له تمام انا هعديك ولكن خلينا نلعب انا وانت دلوقتي. فبيقول له تمام. بعد ما بيخلصوا لعبه بيكونوا خلاص جابوا اخرهم. وسو بيقول له صح انت بتلعب كره القدم من امتى؟ فبيقول له من اول الابتدائيه وكده. وبيقول له على فكره انا كمان كنت بلعبها من مراحل الابتدائيه ولكن احتسلت كره القدم لما ابويا قرر ان هو يسيبني، ولكن المره دي انا مش هخليك تقلق عليا، انا في احدى الايام هعديك واوصل لمستوى ابويا علشان كده انا هستمر واوصل للامام. فبيقول له تمام يا معلم. وسو ساعتها بيفكروا بشخص كده. وتاني يوم بقى فعلا بيروح للنادي وبقول لهم انا اسف ان انا سبتكم ولكن انا قررت ان انا ارجع لكم والعب كره القدم الخماسيه من اول وجديد. فهم بيقولوا له تمام يا معلم احنا مرحبين بيك في اي وقت.
وبعد كده بيروحوا علشان يشوفوا المباراه بتاعت اوكازان ضد ادلالبرتو. الكره بتكون مع تنجي اللي محدش بيقدر ان هو يعدي، بيرزح كره حرفيا صاروخيه جول. المباراه بتنتهي 5-3 لصالح اوكازان. لو بيقول لتنجي انا هعديك في المره الجايه، فبيقول له انسى ولا حتى بعد 600 سنه. وبعد كده اصدقائنا بيخرجوا وهم بيقولوا ايه رايك في المباراه، فهو بيقول لهم هو دوت اصلا اللي انا متوقعه من تنجي، ولكن انا قررت ان انا هوصل لمستواه، لا انا هعديه وهعديكم كلكم. انت لقيت جوابك بالظبط كده، ولكن انا لسه هساعد دوت علشان يلاقي اجابته. ايوه ساساكي. فبيقول له تمام طالما ان احنا معاك احنا هندعمك يا معلم. وتاني يوم بيروحوا يتدربوا، ولكن طبعا ساساكي وهو وسو مش عارفين يستلموا الكوره ولا عارفين ينسمجوا مع بعض. وسو بيقول انا كنت فاكر ان انا اتحسنته كده، فبقول له في احلامك حبيبي غطيها قبل ما تنام. بيديها له ما بيقدرش ان هو يستلمها، بيديها له تاني ما بيقدرش ان هو يستلمها. وتاني يوم بقى بيروحوا كلهم علشان يعملوا مخيم تدريبي علشان ساساكي وسو ينسمجوا مع بعض، ومش هم بس لا باقي الفريق كمان. وبيروحوا للمكان اللي هم هيكونوا فيه، ولكن تويا بيقول لهم احنا مش هنستريح دلوقتي، لا احنا هنروح نتدرب. وفعلا بيروحوا. الكره بتكون مع ساساكي وقدامه ثلاثه، يا اما يبصها لسو يا اما يبصها لريو. فدوت الاناني الاسطوري ما بيرضاش ان هو يديها لحد، وبسبب كده الكره ما بتجيش جون. اسلوبه ما اتغيرش حتى لو 1%. وجاي وساساكي هما الاثنين بيكونوا هيتخانقوا، وجاي بيقول له يا ابني ايه اللي ما خلاكش تباص لسو او ريو، فهمني ازاي هنبني فريق وانت اصلا ما بتلعبش مع الفريق اللي معاك، بتلعب لوحدك، احنا كده مش هنفوز بالبطوله ابدا. فبيقول انا مش هدي الكره لاي حد علشان ما حدش اصلا منكم يقدر ان هو يستلم الكره بتاعتي. وبعد كده ساساكي وتويا هما الاثنين بيروحوا يقعدوا قدام البحر، وتويا بيقول له كل كلمه جاي قالها هي فعلا حقيقيه. فبيقول له انا عارف، ولكن انا ما بثقش في اي حد فيكم، وانا عارف لو اديتكم الكره انتم ما بتقدروش انكم تستلموها مني. فبيقول له انا فاهم قصدك، ولكن برضه احنا فريق لازم نلعب كفريق مش كل واحد لوحده، وعلشان نخلي فريقكم من افضل الفرق في العالم لازم نتدرب سويا ونتفق برضه. علشان كده يلا نرجع دلوقتي كلهم مستنيينا. وفعلا بيروحوا هناك وكلهم بيتدربوا، وساساكي بيقول انا ازاي اثق فيهم على الرغم ان هم ما بيقدروش ان هم يستلموا الكره مني. كلهم بيخلصوا تدريب الا سوي اللي بيقول لهم انا اروح اتدرب تاني، وبعد ما بيخلص تدريب بيروح يستحمى. هو ريو وهو بيقول له على فكره انا محبط، انا عارف ان كل كلمه ساساكي بيقولها حق، وانا فعلا ما بقدرش استلم منه الكره، ولكن رغم دوت انا ببذل قصارى جهدي. وتاني يوم بقى بنشوف ريو وسو هما الاثنين بيتدربوا، وسو بيجيله الكره ولكن بيشوطها بتطلع بره المكان اللي هم بيتدربوا فيه بالكامل. وبعدها بيروحوا يتدربوا وبياكلوا، وبعد كده بيروحوا يتدربوا وبيناموا، وبعد كده بيروحوا يتدربوا تاني. وهم في الملعب كده الكره بتكون مع سوي اللي بيقول انا هتخطاك في يوم من الايام يا ساساكي. بعد ما بيخلصوا التدريب بيقرروا ان هم يروحوا دلوقتي على الشط علشان يستجموا كده، وهم بيستحموا كده. ساعتها الاشخاص دول بيخشوا عليهم، هم دول الطلاب من المدرسه المشهوره نغم، هم كمان بيلعبوا كره القدم، والخمسه دول هو الفريق. وطبعا بيتحمسوا بيقول لهم احنا عايزين نلعب مباراه ضدكم، فهم بيقولوا لا احنا في عطله. فبيرد عليهم ان هم يلعبوا كره الطايره، فبيوافقوا المره دي وفعلا بينصبوا المكان اللي هيلعبوا فيه. وجاي وساساكي هم دول اللي هيلعبوا ضد الاثنين دول، وفعلا بيلعبوا الكره بتكون مع الشخص دوت اللي بيرفعها بيحدفها ما بيقدروش ان هم يستلموها، بيرفعها تاني بيحدفها ما بيقدروش ان هم يستلموها برضه. بيكملوا لعب الكره المره دي بيكون مع اصدقائنا، جاي بيرفع الكره بيحدفها ولكن بيقدروا ان هم يصدوها، هم بيحدفوها عليهم ولكن ساساكي وجاي هما الاثنين بيخبطوا في بعض. المره دي الكره بتكون مع ساساكي اللي بيحدفها ولكن هم بيقدروا ان هم يصدوها، الكره بتكون طايره. وبقول المره دي انا هعتمد عليك يا جاي، وفعلا بيديها له اللي بيحدفها قدر ان هو يسجل نقطه. ايوه كده يا ساساكي انت لازم تتعاون مع اللي معاك. وفعلا بيبداوا اللعب والاثنين بيكونوا متعاونين جدا، وبيقدروا ان هم يسجلوا الجون الاول الجون الثاني، والاثنين بدأوا ان هم يمسكوا ببعض. وبعد ما بيخلصوا المباراه بيروحوا، وتاني يوم بيروحوا يضربوا الكره بتكون مع ساساكي قدامه تسوباكي يعديها اما يديها الريو، فبيقرر ان هو يديها الريو. كلهم طبعا بيكونوا مصدومين. ايوه كمل على نفس الوتيره دي يا ساساكي، انت لازم تثق في اصدقائك. بعد ما بيخلصوا التدريب بنشوف الاربعه وهم ماشيين، وساساكي بيقول على ما اظن كده انا هثق فيكم علشان امبارح انا ثقت فيك انت يا جاي وانت ما خيبتش املي. وبعد كده بنروح لتويا وتسوباكي والمدرب اللي بيقول على ما اظن كده ان ساساكي بدا يتحسن ويلعب معانا جماعي، وبيقرروا ان هم يلعبوا مباراه ضد فريق نغم ولكن هم رفضوا. وريو بيكون سامع ده كله فبيقرر ان هو يروح لفريق نغمه، وبيقول لهم انا عايز اطلب منكم معروف، انا عايزكم تلعبوا ضد الفريق بتاعي بكره. فهم بيقولوا له تمام. وتاني يوم بقى بنشوف العشره هم متصفين، ايوه هيلعبوا المباراه دلوقتي. وفعلا المباراه بتبدا والكره بتكون مع الشخص دوت، ريو بيحاول ان هو ياخدها منه ولكن ما بيعرفش، وبيشوط كره حرفيا زائب يا معلم على الجول، جاي ما قدرش ان هو يشوفها اصلا. بيكملوا لعب الكره بتكون مع الشخص دوت الثاني اللي بيعديهم كلهم وبيشوط، ولكن جاي بيقدر ان هو يصدها. وبعد كده بيديها لتويا اللي بيديها الريو، وبعد كده بتوصل لسوي اللي بيكون مع الكره اللي بيشوط، ولكن الحارس بيقدر ان هو يصدها. هجمه من هنا على هجمه من هنا، والمباراه مشتعله ما بين الفريقين. الكره بتكون مع ساساكي ولكن بيكون في حد ضاغط عليه، فبيقرر المره دي ان هو يبصيها، بيديها لتويا اللي بيديها لسوسو، بيديها الريو اللي بيشوطها جول. ايوه شكله كده يبدا ان هو يتعاون مع الفريق بتاعه. بعد ما بتخلص المباراه فريق نغم وبيقرر ان هو يعزم فريقه
كو عندهم في الفيلا علشان يحتفلوا ان هم لعبوا مع بعض وكده. كلهم بيكونوا مبسوطين الا ساساكي اللي عمال يفكر كده. والمدرب تسوباكا وتويا بيشبهوا لعب ساساكي باللاعب كيرا، وهو دوت كيرا. وانا كان هو بقول لهم لا انا لعب مش زيه تمام. وتاني يوم بقى بيقرروا ان هم يروحوا. ايوه خلص المخيم التدريبي وساساكي بيفكر انا لما بصيت لهم انا حسيت بشعور غريب كده. ايوه هو دوت اللي كان قصده تويا صح باللعب الجماعي. واول لما بيوصلوا للنادي على طول بيبداوا لعب وكرة بتكون مع ساساكي. سو بيجي قدامه ريو بيقول له بصها لي فما بيرضاش فبتتقطع منه. بيكملوا اللعب تاني الكرة بتكون مع ساساكي وسو بيكون قدامه فبيقرر المره دي ان هو يديها لريو. هو دلوقتي بقى بيعتمد على اصدقائه ولكن بقت في حاجه غريبه تمريراته فيها حاجز. وبعد كده ريو جاي وسو بيطلعوا ياكلوا على سطح المدرسه. وريو بيقول لهم انتوا مش ملاحظين ايه ان ساساكي بدا يتغير من بعد ما احنا كلنا مع بعض ولعبنا العاب الفيديو مع بعض. فهم بيقولوا له بالظبط كده. بيكمل كلامه وبيقول لهم ساساكي الفتره ديت ما بقاش اناني زي الاول ولكن رغم دوت حاسس ان في حاجز ما بيننا وما بينه مش عايزنا نتخطاه ليه مش عارف. وعلى فكره هو موهوب بالفطره ولكن برضه بيوبخني لاسباب انا مش عارفها. فجاي بيقول لهم على ما اظن كده هو عايز يستريح او لازم يجرب حاجه ما جربهاش قبل كده زي ما رحنا اكلنا مع بعض ولعبنا العاب الفيديو برضه مع بعض. وفعلا بيروحوا له هناك وبيخرجوه. وبعد ما بيخلصوا الخروجه ديت بيقول لهم يلا السلام بقى. وبعد كده بنروح لفريق مومو هم كمان عمالين يعبطوا في الشخص ده. بيقول لهم كفايه بقى بطوله السماء للصيف قربت تبدا مش ناقص لها غير اسبوع علشان كده احنا لازم نتدرب. فهم بيقولوا له تمام مش لازم تكون بالجديه دي بتنزل المثلجات كلهم بياكلوا ما تخافش من بكره هنبدا نتدرب. تاني يوم بيروح للنادي ما بيلاقيهمش. بيروح للمدرسه بيلاقي الاثنين دول اللي عمالين يعبطوا. فهو بيقول لهم تدريب ايه تدريب. وبعد كده بيلم الثلاثه التانيين اللي برضه كانوا عمالين يعبطوا. وبعد كده بيروحوا يتدربوا فعلا. وبعد ما بيخلصوا تدريب بيقرروا ان هم يتمرنوا تاني ولكن على التسديد المره دي علشان يزودوا قوه ركلتهم. وفعلا بيبداوا. والغريب انه كلهم حرفيين. قال لا مين علمكم؟ احنا كنا بنشوف اللعيبه الكبار وهم بيعملوا الحركات ديت فاحنا قلدناهم وفعلا نفعت معانا من المشاهده بس. ايوه هو دوت احنا يا معلم عبقره علشان كده ما تقلقش بخصوص التدريب فاهم ولا لا. فهو بيقول لهم تمام. وبقول هو دوت الفريق اللي هيوصل للنهايه اكيد. بطوله السماء على الابواب يلا نبذل قصارى جهدنا. وبعد كده بنروح لفريق كوسكو هو الوحيد اللي بيتدرب. ساعتها سوباكا بيخش عليه فهو بيقول له هو اني افضل ان انا العب لوحدي ولا ادي الكره للي معايا. فهو بيقول له الخيارين عليهم مجازفه. ممكن يكون انت معاك الكره تقدر تعدي الكل وتقدر انك تجيب جون وممكن لما تديها لزميلك يقدر ان هو يجيب جون بكل سهوله. من الاخر يعني انت لازم تعتمد على حد معاك علشان مش تقدر انك تجيب الاجوان لوحدك. واكيد انت جربت لما بيكون معاك الكره ما بتقدرش تديها لزمايلك بتتقطع منك. علشان كده انت لازم تفكر في اللي معاك وتطور نفسك وتطورهم وساعتها هنكون احنا افضل فريق في التاريخ. الباقي بيوصل وتويا بيقول لهم المباراه بتاعه البطوله السماء هتبدا بكره. احنا خسرنا في بطوله الربيع علشان كده احنا مش عايزين نخسر المره دي. كله بيكون متحمس الا ساساكي برضه. وهكذا جاء اليوم الموعود بطوله الصيف للسماء بدات. اول فريق هيبدا هو فريق كو ضد فريق تو. يلا ابدا الكره بتكون مع سوي اللي بيتدرب واللي بيقدر ان هو يسجل وفريقه هو اللي انتصر. وبعد كده بيلعبوا مباراه ثانيه الكره بتكون مع ساساكي. الشخص ده بيكون قدامه تويا بيقول له ادهن ولكن ما بيرضاش يدهنه فبتتقطع منه ولكن بيقدر ان هو يرجعها تاني وقدروا ان هم يسجلوا. ايوه انتصروا 10-6. هينتقلوا للخطوه الثانيه ودلوقتي هيلعبوا فريق مومو. اي فريق هيقدر ان هو يوصل للربع النهائي. يلا ابداوا دلوقتي. الكره بتكون مع ساساكي اللي بيعدي الاول ولكن بيتحصل من الثلاثه دول والكره بتتقطع منه ولكن تويا بيقدر ان هو يرجعها تاني. ساعتها بيديها الريو اللي بيشوطها جول. الهدف الاول. بيكملوا لعب الكره بتكون مع شخص ابو شعر اصفر دوت اللي بيديها لزميله ولكن ساساكي بيقدر ان هو ياخدها وبيعدي الاول وبيقدر ان هو يحرز الجون الثاني. يلا اللي بعده يا هنا يا سعده ولكن قال لا فريق مومو ليه هادي كده ده فوق دوت بيتصوروا. بيكملوا لعب الكره بتكون مع شخص دوت. سو بيقول له يلا هتعديني ولا ايه فبيقول له تمام يا معلم وفعلا بيعديه. اللي معاه في الفريق بيقول له داني فما بيرضاش ساساكي بيقدر ان هو ياخدها منه وبينتلك ولكن الشخص دوت بيقف قدامه. ريو بيجي جنبه بيقول له ادهني ولكن هو كمان بيتحاصر والكره بتتاخد من ساساكي واللي خد الكره بيديها للشخص ابو شعر احمر دوت اللي بيشوطها جول. وساساكي اللي بيقول انا كنت في الموقف دوت كنت المفروض اديها له ولكن انا ما رضيتش. بيكملوا لعبه وتويا بيقول لهم ما تقلقوش اكيد احنا هننتصر عليهم. الكره بتكون محسوب اللي بينتلك ولكن بيدعي عليه من الشخص دوت فبيقرر ان هو يبصر ريو ولكن هو كمان في حد بيراقبه عقبال لما الكره بتتاخد من سو. ريو بيروح علشان ياخدها منه ولكن ده بيشمس وما بيكونش قدامه غير الجون اللي بيشوط ولكن جاي بيقدر ان هو يصدها. وعلى نفس الوتيره ديت اكيد هيقدروا ان هم يكسبوا. وبعد كده الكره بتوصل لسو اللي بيديها لساساكي اللي بينطلق ولكن في واحد بيكون ورا واحد قدامه. هيعمل ايه دلوقتي؟ هيباصي ولا لا؟ وساعتها بيفتكر لما بص لزمايله
وفعلا بينادى على تويا وبيديها له استثناء من كل اللي موجودين. اللاعب المنفرد قرر المره دي ان هو يباص للقائد بتاعه. تويا هيقدر ان هو يسجل ولا لا، وبعد كده بيديها لسو اللي سو بيديها على طول لريو، وريو على طول بيرجعها لساساكي اللي المره الثانيه بيصدمهم وبيديها لريو تاني اللي بيقول له ما تخافش انا مش هغسلك المره دي. وفعلا كوره بتشمع الجول يا معلم، وكده نتيجه 3-1 لصالح فريق كو. وبيقول لتويا في المره الجايه اعتمد عليا، فبيقول له تمام. الكره بتكون مع فريق مومو ولكن ساساكي بينطلق عليهم وبيقدر ان هو ياخدها. ايوه الموهوب رجع تاني، وللمره الثالثه بيديها لتويا وتويا على طول بيديها لسو ولكن بتتقطع من سو، ولكن ساساكي هيسكت لا والله بياخدها منه ولكن بيقدر ان هو يرجعها تاني. مش تقدر انك تاخدها مني يا ساساكي. بيديها للي معاه اللي سو بيكون قدامه اللي بيعدي على طول وبيرزع الجول 3-2. ايوه ده البطل الاسود احرز هدفين على التوالي. سو بيقول لساساكي طالما انك بتتعاون معانا دلوقتي انا عايز اسجل جول، فبيقول له تمام يا معلم. الكره بتكون مع تويا اللي على طول بيرجعها لساساكي اللي بيلاقي سو مفتوح فبيقرر ان هو يديها له، لسه بيكون هيشوطها ولكن رجله مره واحده بتقف وفي الاخر بيبص له ولكن دي مش باصه لا دي شوطه، محدش منهم بيقدر ان هو يستلمها. بيكملوا لعب الكره بتكون مع الشخص دوت اللي ساساكي بيقول انا مش هخليك تعديني، فبيقول له يلا وريني هتعمل ايه. والشخص دوت مره واحده بيرجع الكره لورا وبيرفعها بكعبه بيقدر ان هو يعدي ساساكي بيشوط ولكن جاي بيقدر ان هو يصدها ولكن بترجع لهم تاني وجاي بيقرر ان هو يروح ياخدها منه ولكن على مين ده بيشمسه. الكره بتكون طايره هو بينط بيرزع العيار الناري جول 3-3. وساساكي اللي بيكون متضايق احنا بنلاعب الفريق المبتدئ دوت فوق كل دوت احنا تعادل. بيكملوا لعب الكره بتكون مع سو اللي بيديها لساساكي ولكن ده مش هيسيبه. ايه ابتسامتك راحت فين يا ساساكي؟ انا مش هلومك طالما انك شفت الحركه بتاعت المبهره. بيحاول ان هو ياخدها منه ولكن ما بيعرفش فبيشوف ريو فبيقرر ان هو يديها ولكن بتتقطع من ريو وبتوصل للشخص دوت اللي بيقول باصي ولا شوت لا ده بيشوت ولكن للاسف بتطلع بره. جاي بيدي الكره لسو ولكن بتتقطع منه بتوصل للشخص دوت اللي بيرزع جول 4-3. بدل ما كانوا متفوقين عليهم بجنين دلوقتي بقى الفرق 1 وضدهم كمان، وفريق مومو كله بيكون فرحان جدا. بيكملوا لعب هجمه من هنا على هجمه من هنا والمباراه مشتعله. الكره بتكون مع الشخص دوت اللي بيكون قدام سو بيقدر ان هو يعدي بيبص لزميله زميله بيديها للتاني اللي بيرزع الجول الخامس. محدش يقدر ان هو يوقف فريق مومو دلوقتي. بيكملوا لعب الكره بتكون مع ساساكي اللي بيقول انا مش قادر ان انا استحمل المهزله ديت ولكن بتتقطع منه. الشخص ده بيكون مع الكره اللي لسه هيشوط ولكن الشوط الاول بيخلص. بيقول لهم لحظكم ان الشوط خلص ولكن في الشوط الثاني انا هطلع عينكم. اللي بيقول احنا هنخسر قدام المبتدئين دول ولا ايه؟ هما بيكونوا في ضغط. اما بقى عند فريق مومو اللي بيكونوا قاعدين عمالين يشربوا وياكلوا مثلجات بيكونوا في كميه الانشكاح. سو بيلاقي ان الاجواء متوتره فبيقول لهم احنا لسه قدامنا شوط تاني علشان كده اكيد هننتصر عليهم. وقبل ما الشوط التاني يبدا تويا بيقول لساساكي انت مش هتلعب معانا في الشوط دوت خليك احتياطي، واظن انت عارف السبب وممكن ان هي تفيدك المشاهده وانت بتشوفنا واحنا بنلعب وانت يا تسوباكي اللي هتنزل مكانه. فبيقول له تمام. وفعلا بينزلوا الملعب وكل اللي موجودين بيكونوا مستغربين. المهم بيكملوا لعب الكره بتكون مع تسوباكي. الشخص ده بيقف قدامه بيكون عايز ياخدها منه ولكن بيديها لتويا. تويا بينطلق اللي بيديها لريو اللي بيديها لسو على طول اللي بينطلق تسوباكي بيقول له اداني فبيديها له اللي بيقول انا لو اديتها لتويا دلوقتي يقدر ان هو يسجل وفعلا بيديها له بيقدر ان هو يسجل. بيكملوا لعبه محدش قادر ان هو يوقف تسوباكي بمعنى الكلمه. الشخص ابو شعر احمر ده بيكون مع الكره اللي بيقول له انت محدش قادر ان هو يعديك صح. بيبدا ان هو يحرك رجله بسرعه خرافيه ولكن انت فاكر ان دوت هياثر على تسوباكي؟ لا والله بيقدر ان هو يحدد الكره فين بالظبط وبيقدر ان هو يقطعها. وساساكي اللي في الوقت ده بدا ان هو يفهم مجرى المباراه. الكره بتوصل لتويا اللي بيقول للريو يلا بينا فبيقول له تمام وفعلا الاثنين بينطلقوا. تويا بيديها الريو اللي بيرزع جول 5-5 وفريقه بيقرر ان هو ياخد وقت مستقطع. تويا بيقول لساساكي اظن كده انك اتعلمت شويه حاجات من مشاهدتك لتسوباكي وهو بيلعب. فبيقول له بالظبط كده فبيقول له خلاص يلا علشان تلعب معانا. فبيقول له تمام وفعلا بينزل الشخص ده بيكون مع الكره ولكن على طول بينطلق عليه بيقدر ان هو ياخدها منه علشان قدر ان هو يتتبع حركاته وهو بيلعب بالكره وبعد كده بينطلق. الاثنين دول بيكونوا ورا واحد بيقف قدامه فبيقرر ان هو يديها لتويا. انت دلوقتي في نفس المكان اللي انا كنت مخطط له. فعلا بيشوط ولكن بسبب الشخص دوت الكره بتطلع بره. فريق مومو بيكون مع الكره لكن سو بيقدر ان هو ياخدها بتعاونه مع ساساكي. الكره بتكون مع ساساكي اللي بيقرر ان هو يبصها اللي معاه ولكن كلهم محاصرين الا سو اللي بيقول له اداني. فبيقول له تمام لسه بيكون هيديها له ولكن رجله ما بتتحركش فبتتقطع منه ولكن تويا بيقدر ان هو ياخدها الا على طول بيديها الريو اللي بيرزح بكل ما عنده ولكن الحارس بيقدر ان هو يصدها والكره بتطير بتوصل لمين؟ ايوه سو اللي بينط وبيعمل باكورد اسطوري جول. وساساكي اللي بيقول انت قدرت انك تسجل جول وكل ده بسبب ريو وانا اللي لسه واقف مكاني. انت بتتقدم وانا لا. ودلوقتي النتيجه 6-5 لصالح فريقه. بيكملوا لعب فريق مومو بيبصوا ما بين بعضهم بتوصل للشخص ابو شعر احمر دوت اللي بيشوط ولكن جاي بيقدر ان هو يصدها وبيديها على طول لريو اللي ريو على طول بيديها لساساكي وبيقدر
بيقدر ان هو يعدي الاول، وبيديها تاني ريو اللي ريو على طول بيديها لسو، ولكن الشخص ده بيقف قدامه بيقرر ان هو يديها ريو تاني ولكن بتطلع برا. وساعتها فريق مومو بيقرر ان هو ياخد وقت مستقطع، والشخص ده بيقول لهم احنا خدنا وقت مستقطع علشان نعمل استراتيجيه جديده، صح ولا ايه؟ احنا خدنا وقت مستقطع بس عشان ناخد استراحه. انتوا بتتكلموا بجد بالظبط كده. قوه تحملهم ضعيفه جدا وحتى قوه ارادتهم برضه ضعيفه جدا. اما بقى عند فريق كل اللي بيقرر اول لما يلعبوا تاني يشنوا عليهم هجوم مضاد. بيكملوا لعب، الشخص ده بيكون مع الكره اللي بيقول انا مش عندي مجال حتى اللي انا باصي، وساعتها سو بياخدها منه وبيفتكر كلام توي لما قال لهم رقم 8 هو الوحيد اللي لسه عنده طاقه علشان يكمل المباراه للاخر، واول لما ياخد الكره انا عايزكم ما تخلوهوش يحتفظ بيها ابدا. بنرجع للواقع، سو بيشوط الكره ولكن الحارس بيقدر ان هو يصدها وبيديها الرقم 8 اللي بيتحصل بيقول طب انا باصلهم ولا لا؟ لا انا هكمل، وفعلا بيقدر ان هو يعدي الاثنين. شكله كده عايز يتحمل المسؤوليه لوحده. انا مش هستسلم على فكره، انا زيكم بقدر ان انا العب، وبيرزح كره حرفيا بتخرم الجول. 6-6 بيكملوا اللعب، هجمه من هنا على هجمه من هنا، فريقه بيقدر ان هو يسجل الجون السابع لا وكمان الجون الثامن. ما بقاش غير دقيقتين، فريق مومو هيقدر ان هو ينتصر ولا كو؟ وللمره الاولى على مدار المباراه فريق مومو بيقرروا ان هم دلوقتي لازم يبذلوا قصارى جهدهم، وفعلا بيسنطروا ما بين بعضهم. الشخص ده بيكون مع الكره اللي بيكون قدام الجون اللي بيشوط، ولكن جاي بيقدر ان هو يصدها. انتهت المباراه 6-8. وفي غروب الشمس بقى بنشوف فريق مومو هم مروحين وبيكونوا باين عليهم اللي هم زعلانين عشان ما بذلوش قصارى جهدهم، وبيقولوا احنا كنا مستمتعين واحنا بنلعب كره القدم الخماسيه، علشان كده احنا لازم نتدرب ونطور من نفسنا علشان ما نقعش في الموقف ده مره تانية. من بكره التدريب، فاهمين؟ تمام. وتاني يوم بقى على سطح المدرسه بنشوف ساساكي اللي بيفكر في الجول اللي ريو وسو يقدروا ان هم يسجلوه. بعد كده توي بيجمعهم بيقول لهم احنا كسبنا دلوقتي ضد فريق مومو، يعني من الاخر احنا بقينا من افضل 8 فروق في المقاطعه، وعلى الرغم ان احنا فوزنا على فريق مومو ولكن احنا مش لازم نحتفل دلوقتي، واحنا كسبنا بس علشان هم ما كانوش متعودين ان هم يبذلوا قصارى جهدهم، علشان كده احنا لازم نطور نفسنا برضه. وبنعرف بقى ان الجول اللي سو ريو قدروا ان هم يسجلوه اصلا كانوا بيتمرنوا على الركله ديت في المخيم التدريب اللي عملوه، وبيقرروا دلوقتي ان هم يهزموا فريق ادلا البرتو، ولكن الفريق دوت بيفوز بكل مباراه هم خدوها لغايه دلوقتي ومتناغمين ما بين بعضهم بطريقه مش منطقيه. رغم دوت احنا ننتصر عليهم. وبعد ما بيطلعوا بقى بيروحوا يشربوا مشروب كده، وساساكي بيكون واقف لوحده كده، فجاي بيجي له بيقول له انت مالك دلوقتي؟ ايه اللي مضايقك كده؟ فبيقول له مفيش اي حاجه، وريو وسو بيوصلوا ولكن هو بيسيبهم وبياخد بعضه وبيمشي، وشكله كده ان هو متضايق علشان سو وريو قدروا ان هم يعملوا تناغم مع بعض. وتاني يوم بقى بنشوف ساساكي وسو هم قاعدين فوق السطح بتاع المدرسه، وسو بيقول له انت متضايق مني ليه؟ كل دوت عشان الركله اللي انا اتعلمتها انا وريو، ولا عشان انا اداء اصلا وحش في الملعب علشان كده ما بتقدرش تديني الكوره؟ ما بيرضاش يرد عليه، فبياخد بعضه وبيمشي وبيروح يتدرب في الملعب، وبعد كده بيروح علشان يلعبوا المباراه بتاعت ربع النهائي. وسو وريو بيقدروا ان هم يعملوا تناغم وبيقدروا ان هم يسجلوا، بكده قدروا ان هم ينتصروا، وفريقه دلوقتي اتقدم وهيروح للنصف النهائي، وقدروا ان هم يكسبوا 9-7. والمباراه بتاعت نصف النهائي دلوقتي هتبدا ومش هتستريحوا، علشان كده استريحوا دلوقتي عشان اول لما المباراه تبدا مش هتقدروا انكم تستريحوا. وساساكي بيكون متضايق كده وبيقرر ان هو يطلع بره عقبال لما المباراه تبدا، وهو بيتمشى كده ساعتها الشخص ده بيجي له بيقول له عامل ايه دلوقتي؟ لسه بتلعب كره القدم زي العاده صح؟ ولكن انا هحطمك علشان اخصمكم الجاي. وفعلا بيلعبوا ضدهم الكوره بتكون محسوبين، اللي بيديها ريو اللي ريو بيديها لتويا جول، وراه على طول جول من ريو، وراه على طول جول من سو، وسو مبدع في الملعب على عكس ساساكي اللي ما بيكونش مركز تماما، وبيقدروا ان هم يفوزوا حتى في نصف النهائي. وبعد كده بنشوفهم وهم مروحين وكلهم عمالين يمدحوا في بعض على ادائهم الممتاز في الملعب، الا ساساكي اللي بيحس كده ان هو متضايق ومقصر. وتاني يوم بقى بنشوف الفريق بتاعنا وهو قاعد في المدرسه ما عدا ساساكي اللي ما بيكونش قاعد معاهم، وهما بيقولوا هو ساساكي بقاله فتره اللي متضايق كده، على الرغم ان هو دلوقتي بدا ان هو يبقى صانع العاب مره ورا مره، ولكن اداؤه الفتره الاخيره ديت مش كويس، علشان كده كن مستعد يا تسوباكي انك تنزل في المباراه بتاعت بكره وهتاخد مكان ساساكي. وساساكي اللي بيكون سامع ده كله اصلا من ورا الباب بيكمل كلامه تويا وبيقول لهم انا عارف ان ساساكي لعيب ممتاز وكل حاجه، ولكن الفتره الاخيره ديت حاسس ان هو محبط
هو بيسمع الكلام دوت من هنا فبياخد بعضه وبيمشي من هنا. وبعد كده بنشوف سو هو مروح للبيت وساعتها بيشوف الشخص اللي كلم ساساكي قبل ما المباراه تبدا، وسو بيقول له انت ايه اللي قلته لساساكي علشان يكون محبط كده؟ فبيقول له هو ما قالكش ولا ايه عن ناغاتو؟ لو انت كنت عايز تعرف روح اساله بنفسك هيديك الاجابه اكيد. وفعلا بيروح لساساكي اللي بيكون بيتدرب في الملعب دوت، وتسو بيقول له انا اسف ولكن انا عايز اعرف مين ناغاتو دوت، هو اللي مخليك متضايق كده؟ فبيقول له مالكش دعوه بحياته، كل واحد له حياته، علشان كده ناخد بعض وامشي. قبل ما يمشي بيمسك ايده وبيقول له انا قلت لك الا انا هقدر ان انا استلم الكره بتاعتك لما تحذفها لي، وساعتها انت هتحترف فيا لان قدرت ان انا ابذل كساره جهدي وعديك. انا مش عارف ايه اللي دار ما بينك وما بين ناغاتو، ولكن انا ما بقتش مبتدئ دلوقتي، هقدر ان انا استلم التمريرات بتاعتك. وساعتها بيفتكر ناغاتو لما ناغاتو قال له على فكره ما فيش حد بيقدر ان هو يستلم منك الكره غير انا، علشان كده انا مميز وانا وانت هنصبح الافضل في العالم. بنرجع للواقع وبقول انت فعلا شبهه، ولكن اسمع سو انا مش هديك الكوره ابدا. وبعد كده بنرجع للماضي بتاع ساساكي وناغاتو لما هما الاثنين بيكونوا ماشيين كده، وناغاتو بيقول له احنا اللي هنكون الافضل في العالم. وفعلا اول لما بينزلوا اي مباراه بيبدعوا فيها بمعنى الكلمه. ولما ساساكي بيمر لناغاتو ما بيقدرش ان هو يستلمها، ولكن المره دي بيقول له عادي في المره الجايه تقدر انك تستلمها. وبعد ما تخلص المباراه في صحفيين بيروحوا عند ساساكي وبيقولوا له انت مش ملاحظ انك بتلعب لوحدك؟ على الرغم اصلا ان كره القدم الخماسيه لعبه جماعيه. فبيقول لهم انا عارف وانا مش هدي الكره غير لشخص انا بثق فيه. وبعد كده بياخد بعضه ويمشي هو وناغاتو، وهو بيقول له المباراه بتاعتنا خلاص قربت تبدا، فعلشان كده كن مستعد لتمريراتي. فبيقول له صح انت ما قررتش تدي الكره لاي حد قبل كده. فبيقول له ما انت معايا، انا عارف ان الفتره الاخيره انت بقيت بتخطئ ولكن اكيد هتقدر انك تجاريني يعني ما فيش مشاكل. فبيقول له انا مش قادر اجاريك، اتدرب وساعتها تقدر انك تجاريني. فبيقول له لا انت في مستوى مختلف تماما، انا مش قادر ان انا استقبل تمريراتك وانا حاسس انك هتبلي حسنا من دوني. وبعد كده بيروح يتدرب وبيقول من اول لما ناغاتو قرر ان هو ما يلعبش كره القدم معايا تاني، انا قررت لا ما اديش الكوره لاي حد تاني. وبعد كده بنرجع للواقع وهما بيكونوا في الملعب، ودلوقتي هيلعبوا ضد فريق ادلا البرتو. ولكن زي ما احنا عارفين ساساكي قاعد كده وما بيكونش طايق اي حد، وتويا بيقول لتسوباكي كون مستعد انك تنزل في اي لحظه عشان انت شايف حالته كده ما يوسى منها تمام. فبيقول له تمام. بيقول له بيقول احنا هنكسب اكيد، هدفنا اصلا وطموحاتنا هو نادي وكسان وهنكسبهم، وانت هتنجي وهنتني علشان كده انا هخليك تندم. وفي الوقت دوت فريق كسان جاي علشان يشوف المباراه ما بين فريق ادلا البرتو ضد فريقه، وهم جايين هنا اصلا علشان يشوفوا اللعب بتاع تويا وبتاع ريو وطبعا بتاع سو. العشرة بيصطفوا، تويا بيقول للو احنا هننتصر المره دي. فبيقول له لا انت هتخسر كالعاده، يلا ابداوا دلوقتي. الكره بتكون مع فريق ادلا البرتو، ولكن ساساكي بيقدر ان هو ياخدها وبينطلق، ولكن ابو نضارات مش هيحله. بيقول له ايه ده انت اتطورت ولا ايه؟ ولكن انت مش هتقدر تجاريني يلا. وبيقدر ان هو ياخدها منه وبيكملوا اللعب ويبداوا ان هم يبصوا ما بين بعضهم، والشخص ده بيقدر ان هو يعدي تويا وما بيكونش قدامه غير الجون ولسه بيكون هيشوط، ولكن سو بيقدر ان هو يطرحها بره. وفريق كوزاني اللي بيكون بيشوف المباراه بيقول ايه ده المباراه ديت فعلا ممتازه. المهم بيكملوا اللعب والكره بتكون مع ريو اللي بيعدي الاول الثاني، وبعد كده بيديها لسو اللي بيرجعها له ثاني، وبيقدر ان هو يسجل الجون الاول. فريقه هيقدر ان هو ينتقم من فريق ادلا البرتو المره دي ولا ايه؟ بيكملوا لعب الكره بتكون مع ساساكي ولكن بتتقطع منه. ايوه اتقطعت منه علشان هو مش هادي، ولو بينطلق بالكره اللي بيرزع جول 1-1. احنا مش هنخسر قدامكم يا فريقو، قوتي هي قوه فريق ادلا البرتو علشان كده انت هتندم يا تويا. وبعد كده تويا بيفتكر الماضي لما كان في اسبانيا هو ولو خلصوا المباراه بتاعتهم، ولكن رغم دوت لو فضل يتدرب عقبال لما الشمس غابت. تويا بيقول له خلاص حبيبي المباراه خلصت. فبيقول له على فكره انا مش زيك، انا اول لما ارجع لليابان هشكل اقوى فريق. بنرجع للواقع الكوره بتكون مع تويا اللي بيقول انا هعديك اكيد يا لو. وبعد كده بيدي الكوره لريو ولكن ما بيقدرش ان هو يعمل اي حاجه علشان لو قدامه، فبيقرر ان هو يديها لساساكي. ولكن الشخص ده بيجي عند ساساكي وبيقول انا سمعت انك ما بتديش الكوره لحد علشان كده انا هاخدها منك. فبيقول له جرب يا لو بيعديه، ولكن لو بيقدر ان هو ياخدها ويديها للشخص دوت اللي بيكون قدام الجون اللي بيشوط، ولكن جاي بيقدر ان هو يصدها. الكوره بتوصل لتويا اللي بيكون لسه هيشوط، ولكن بيقرر ان هو يديها لسو اللي بيعدي الاول
والتاني وبيشوت. ايوه الهدف التاني، وساساكي اللي بيقول هو قادر ان هو يعدي لاعبين وفوق كل دوت يسجل جونين. وفريق ادلالبرتو بيقرروا دلوقتي ان هم يستخدموا الورقه الرابحه بتاعتهم. المهم بيكملوا المباراه بتاعتهم وفعلا بيستخدموا الحركه السريه بتاعتهم. وطيب بيقول انا هقدر ان انا اوقفهم ولا لا، ولكن ما بيعرفش صديقي، وبيقدروا ان هم يسجلوا. ايوه 2-2. بيكملوا لعب الكره بتكون مع ساساكي اللي بيقرر ان هو يبص لاي حد من اللي معاه، ولكن كلهم محاصرين، فبيقرر ان هو يعدي الاثنين اللي قدامه وبيشوط، ولكن للاسف بتتصد. وهي هجمه من هنا على هجمه من هنا، واضح جدا اللي مستحوذين على الكره هو فريقه، والكره بتكون مع ساساكي، ولكن هيسيبه. لا والله بيبص على اللي حواليه وما بيلاقيش قدامه غير سو اللي بيفكروا على طول بينغطوا، فبيقرر ان هو ما يديهولوش وبيقدر ان هو يعدي اللي قدامه. وساساكي بيقول طفح الكيل، انا دلوقتي هطلع كل قوتي. وفعلا بيستخدم الركله المميزه بتاعته. الحارس بيمسك الكره ولكن من قوه تسديدته بتخرم الشباك، وبيقول انا مش هدي الكره لحد، انا هنتصر برجلي. الشوط الاول بيخلص وهم بيقولوا على فكره اساسك التسديده بتاعتك دي كانت خرافيه، يا ريت تقدر انك تسجل جون تاني في الشوط التاني. فبيقول لهم تمام. وعندي فريق ادلالبرتو اللي بيكونوا متضايقين جدا، ولكن الشخص ده بيقول لهم اهدوا، احنا اكيد هنقلب عليهم الطاوله في الشوط التاني. فهم بيقولوا له تمام. وساساكي اللي بيقول انت من اول لما سبتني يا نغتو وانا مش عارف ادي الكره لحد، وانت يا سو انا مش هديك الكره ابدا. بيكملوا لعب الكره بيكون مع الشخص دوت اللي ما بيكونش قدامه غير جاي، بقول احنا مش هنخسر ولسه بيكون هيشوط، ولكن تو بيقدر ان هو ياخدها ويدريه اللي بيشوط، ولكن بتقدر ان هي تتصد، وساعتها بتوصل للو اللي بيرفع الكوره. ايوه الركله الزهريه بتاعته بيرزعها حرفيا بتعدي كل اللي موجودين في الملعب وبتخرم الشباك. هي ديت الركله لوتس. ولو بيقول الكايد هو الفريق بتاعنا ضعيف، فبيقولوا لا فريق ادلالبرتو قوي جدا. النتيجه 3-3، وهي هجمه من هنا على هجمه من هنا، الكوره بتكون مع الشخص دوت اللي بيشوط. جول 4-3 لفريق ادلالبرتو. شكل كده ان مجهودنا هيروح حباء منصوره. بيكملوا اللعب، الكره بتكون مع كايدو اللي بيديها لابو نضاره دوت، ولكن ساساكي مش هيسيبه، ولكن انا هعديك يا ساساكي. فعلا بيعدي وبيشوط، ولكن سو بيقدر ان هو يصدها وبتطلع بره. بيكون ركنيه الفريق ادلالبرتو اللي بيشوط، ولكن سو بيقدر ان هو ياخدها. الكره بتوصل لريو اللي بيشوط، ولكن الحارس بيقدر ان هو يصدها، بتوصل لتوي اللي بيشوط. جول 4-4. ولو بيقول اذا انتوا قدرتوا انكم تجيبوا التعادل بالسرعه ديت تمام، احنا هنعمل تغيير. يلا يا توم انت هتنزل دلوقتي. وفعلا بينزل. بيكملوا لعب الكره بتكون مع ادلالبرتو اللي على طول بتوصل لتوم اللي بينطلق وبيقدر ان هو يعدي ساساكي وبيرجعها لكايدو اللي بيرجعها له تاني، ولكن تو بيقدر ان هو ياخدها ويديها لساساكي، ولكن ابو النضارات حلف ما يسيبه. بتكون الكره لسه هتطلع بره، ولكن سو بيقدر ان هو يلحقها وبتوصل للو اللي بيديها لتوم اللي بيشوط. جول 5-4. بيكملوا لعب الكره بتكون مع ساساكي اللي بيقول انا متحصر دلوقتي، ولو حاولت ان انا اديها لاي حد معايا مش هيقدروا ان هم يتقدموا. ولكن ساعتها سو بيقول له اديها انا دلوقتي قدامك، ولكن بيفتكر نغتو لما قال له انا اسف، ولكن برضه بيفتكر سو لما قال له انا هعديك، وفعلا بيديها له، ولكن الكره بتكون صاروخيه بمعنى الكلمه، وبسبب كده ما بيقدرش ان هو يستلمها، والحارس هو اللي بياخدها وبينطلق كاول مره وبيعدي الاول وبيديها له اللي بيشوط. جول. سو بيروح يمسك في ساساكي وبيقول له التمرين اللي انت اديتهاني ديت ما تبص عادي يا جدع، هي ما تلعبش معانا اصلا. فبيقول له ده خطأك انت اللي ما بتقدرش انك تستلم الكره. فبيقول له لا انت اللي مش عايز تديهاني، انا كنت فرحان ان انا هلعب معاك كنت هتديني الكره، ولكن انت دلوقتي بدون اي فايده. الشوط الاول خلص وفريق ادلالبرتو متفوق علينا بجونين. الشوط الثاني هيبدا هننتصر ولا هنخسر. بيكملوا لعب الكره بتكون مع سو اللي بيعدي الاول وبيلعبوا النضارات قدامه اللي بيلعب باعصابه وبيقدر ان هو ياخدها منه، ولكن تو بيقدر ان هو ياخدها وبيدري واللي بيرزح كره صاروخيه ولكن بتصطد والكره طايره في الهواء كده. سو ساعتها بيفتكر كل اللي حصل معاه من اول لما انضم لفريقه والتدريب. انا لازم اخليك تحترف فيا، وفعلا خليتك تحترف فيا واديتهاني. بنرجع للواقع، هو بينط وبيرزع باكورد واسطوري. جول. والجمهور اللي ما بيكونوش متوقعين اصلا كل القوه ديت من فريقه. المهم بنكمل المباراه، الكره بتكون محكمه ولكن بتتاخد منه وبتوصل للسكاي اللي بيشوط، ولكن الحارس بيقدر ان هو يصدها، بتوصل للو اللي بيديها الكادو اللي بيعمل تناغم مع اللي معاه وبيقدر ان هو يعديهم. وجول. فريقه هيسكت. لا والله الكره بتوصل لريو اللي بيديها
واداها بدماغه جول. وساساكي بيقول يا سو انا اديتك الكوره وانت كنت هتقدر انك تستلمها ولكن انت اللي ما رضيتش تستلمها. المهم بيكملوا لعب، الكوره بتكون محطوطه له، بيجي له بيقول له انا مش هنكر انتوا فعلا بقيتوا اقوياء وانت بالذات بتركز على العمل الجماعي والمهارات، علشان كده انت هتخسر ولكن انت غلبان يلا. وبيقدر ان هو يعدي وبيبصيها لساساكي ولكن بتكون بعيده جدا. انا مش قادر ان انا استلمها ولكن بيفتكر كلام تويا لما قال له انت لازم تستلم الكوره بالطريقه اللي انت عايزها وتباصي بطريقه جديه. لا انا مش قادر ان انا استلمها ولكن لا انا مش هياس. وفعلا بيقدر ان هو يستلمها وبيرجعها تاني لتويا. ايوه هو دوت اللي احنا عايزينه منك يا ساساكي. وتويا عمل كده اصلا علشان يوري ساساكي ان قليل جدا اللي هيقدروا ان هم يستلموا التمريره بتاعته. الكوره بتكون محطوطه اللي بيرزع الجول، وساساكي بدا يفهم ان قليل جدا اللي هيقدروا ان هم يستلموا التمريرات بتاعته لو كانت سريعه جدا. ما بقاش غير دقيقه واحده على انتهاء المباراه، ايهم سوف يفوز فريق ادلا البرتو ام فريق كو. هو دوت بقى اللي هنكتشفه دلوقتي. الكره بتكون مع فريق ادلا البرتو اللي بينط بيقول انا هخسركم دلوقتي يا فريق كو ولكن انت غلبان يلا. سو بينط وبيقدر ان هو ياخدها ولكن بتتاخد منهم برضه، وكايدو اللي معاه بيعملوا الوميض. ايوه وصل عند الجون اللي بيشوط ولكن جاي بيقدر ان هو يصدها، بيشوطها تاني ولكن بيقدر ان هو يصدها تاني. هو دوت النمر اللي احنا متعودين عليه. هو بيحدف الكره لريو بكل ما اوتي من قوه. ريو بيعدي الاول التاني وبيشوط ولكن الحارس بيقدر ان هو يصدها. الكره بتكون طايره اللي بتوصل على طول للو اللي بيشوط ولكن سو بيقدر ان هو يصدها. بتوصل لهم تاني وبيشوط ولكن ريو بيقدر ان هو يصدها بدماغه. الكره بتوصل لساساكي اللي بيبص جنبه وبيلاقيهم كلهم متحصرين الا سو اللي بيقول له ادهاني هتقدر انك تستلمها. وبيفتكر لما قال له انا هعديك ايوه وبيضحك وبيقول له يلا ورينا هتقدر انك تستلمها ولا لا. الكره صاروخيه بمعنى الكلمه، دي مش تمريره لا دي تسديده. هيقدر ان هو يوصل للعاري الناري ولا لا؟ ايوه وصل له. وفوق كل ده بيعمل الزوبعه عليها وبيرزع جول. حرفيا الحارس ما اتحركش من مكانه بمعنى الكلمه. جول 8-7 لفريق كو. وتويا اللي بيكون فرحان جدا انت دلوقتي الفريق بتاعك اكتمل صح؟ فبيقول له بالظبط كده. ولو بيقول لتويا هو دوت فريقك صح؟ ايوه هو دوت فريق. وبعد كده بنروح لابو سو ياماتو اللي بيكون بيشوف المباراه بتاعت ابنه. ايه ده انت كبرت بقى. وسو بيقول للفريق انا مريت بحاجات كانت صعبه جدا عليا وما كنتش عارف ان انا هقدر ان انا اعديها ولا لا ولكن طالما انكم معايا انا قدرت ان انا اعديها. وفريقه كازان بياخدوا بعضهم وبيمشوا ولكن قبل ما يمشوا سو بيقول لتنجو انا هعديك لا انا هسحقكم. ايه ده الصغار كبروا ولا ولكن تمام في البطوله الوطنيه ورونا بقى تقدروا انكم تفوزوا علينا ولا لا. وسو اللي بيقول اكيد هنلعبكم في البطوله الوطنيه وهنسحقكم. وبس كده صديقي نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ولو انت بتحب الانيمات الرياضيه شوف الفيديو دوت اقسم لك ان هو يعجبك جدا. انمي كروي من الاخر يعني من العيال الصغير. وقبل ما تخرج ما تنساش صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. ويلا سلام.